الى بغيتي تحط الاختلالات ديال قوه من القوى معينه في المغرب، على سبيل المثال جماعه الاحسان، اللي هي غير منزهه على الخطا وغير منزهه على الاختلالات اللي تقدر توقع، اختلالات ماديه ومعنويه اخلاقيه كذا كذا كذا. اذا هي غير منزهه، هي ماشي ملائكه، ماشي رباعه ديال الملائكه، هادو بشر وبشر خطاؤون، يقدروا يخطئوا ما فيها لا الا ولا حتى يقدروا يخطئوا. فلو وجهتي الانظار لهذه الاختلالات ستوجه لك الاصابع الاتهام من عند الناس اللي عندهم الولاء الاعمى لهاد جماعه الاحسان، غادي يتهموك بانك حمق مهبول مسخلل كتقطع حوايجك مخزني بوليسي لا سورتي. لا سورتي غتكون هي الاولى بعدا كاع ان فوتت بمجرد انك تقول شي كلام ماشي هو هذاك، تقول راه كان اختلال جماعه الاحسان لا سورتي سالين معك الهضره، حيد انت لا سورتي. كيفاش انت كتقول بان عندنا حنا داخل جماعه الاحسان اختلالات؟ انت لا سورتي، انت لا سورتي بالنسبه للناس اللي ما تعرفوش اللهجه ديال العربيه، لا سورتي هي البوليسي، هي انك من المخابرات. على اي انا اليوم جيت باش نقول بانه عندي مجموعه من الملاحظات على التنظيم ديال جماعه الاحسان. وعلاش قررت انني نحط جماعه الاحسان تحت المجهر؟ لان بغينا ولا كرهنا حنا تنشوفوا منذ سنوات وهي كطالب بميثاق يجمع جميع القوى اللي كتسعى الى التغيير في المغرب، ويكون ميثاق ديال الشرف اللي بموجبه كيقولوا بان حنا كجسم بوحدنا ما يمكن ليناش حنا اللي نغيروا، خاص القوى الحيه في المغرب كامل توحد على ميثاق موحد اللي بموجبه نشوفوا فين غادي نمشيو هذا المغرب هذا. واش غنبقاو هكا الى الابد تحت هذا الاستبداد؟ مستحيل. دونك خصنا واحد المظله اللي نضلوا تحتها كاملين، وهي هذا الميثاق، بحال حلف الفضول اللي دار في العهد ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. وحنا كنشوفوا في هذه الذكرى التاسعه ديال الوفاه ديال الاستاذ عبد السلام ياسين الله يرحمه ويوسع عليه، كنشوفوا كيفاش كانت نقاشات، وكان حضر فيها السي عبد الله الحريف عند النهج الديمقراطي، كيفاش حضر السي صحفي المقتدر السي بوكر جامعي، كيفاش كانت حوارات ممتازه جدا في اطار هذا تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين والحقوقيين اللي لعل وعسى يتجمعوا كاملين على راي موحد او على وثيقه اخلاقيه يجتمعوا عليها جميع الفرقاء السياسيين على ما اتفقوا، يخليوا هذاك الشيء اللي تيختلفوا عليه ويحاولوا يضيقوا الدائره ديال علاش كنتفقوا حنا بان الاستبداد راه مستحيل يبقى الى ما لا نهايه في المغرب. وحنا كنشوفوا دابا هذا الشيء هذا وهذا الحوار مع الاخرين مع الفرقاء السياسيين، بقيت كنفكر وتنقول كاين حوار مع الفرقاء السياسيين في المغرب مع الاخر، ولكن واش كاين حوار داخل التنظيم داخل جماعه الاحسان؟ واش كاين حوار؟ مع كامل الاسف ما كاينش حوار، لان معروف منذ 2011 الكل شهيد بان واحد كان في مجلس الارشاد وقدم استقالته. قيل لنا انذاك انه قدم استقاله ديالو، لم يطرد. قيل لنا ما طردناش، راه السيد راه قدم استقاله ديالو. وبعد ذلك شفنا مجموعه من الناس اللي كانت عندهم مسؤوليات داخل هذا التنظيم وتتقال لنا بانهم قدموا استقالات وكاينين اللي تيقولوا فصيله. اذا كاين شي حاجه تما ما هياش تما. كيفاش ناس تيترقاو في المسؤوليه داخل التنظيم حتى توصلوا للهرم ديال هذا التنظيم، ومن بعد تيقولوا لهم بسلامه باي باي، شي حاجه ماش هياش تما. في اعتقادي انا عندي مجموعه من الاسئله، وبغيت اليوم باش نطرحها ونحطوها تحت المجهر ونشوفوا فيها بعين العقل، بعيدا على الاتهامات السورياليه ديال انت لا سورتي، انت بوليسي، انت حمق، انت مهبول، انت بليد، انت ابله، انت ما تتفهمش هذا الشيء، انت زوطك لهذا الشيء، انت بعيدا على هذه الاتهامات هذه. لان كاين الناس مثلا مثال كاين الاستاذ العربي ابو حزم، الاستاذ محمد العربي ابو حزم تتهموه دابا الناس بانه يعني
تتمول جهات مشبوهه. وقيل في مجموعه من التعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي انه كان مدسوس داخل الجماعه بوليسي لا صورتي. ولكن علاش؟ انا بارطاجيت مؤخرا هاد واحد 3 ايام بارطاجيت فيديو ديالو، فيديو تيقول فيه الراي ديالو، فتوجهت لي تهم انا بالتالي صورتيت. هجموا عليا هجوم شرس في الماسنجر اللي تيتهموني فيه بالواضح. تيقول لك دابا عاد بانت الصوره ووضحات الصوره مزيان، انت لا صورتي، انت بوليسي، انت مخزني. علاش؟ حيت بارطاجيت فيديو ديال محمد العربي ابو حزم. ولكن شكون هو هذا محمد العربي ابو حزم؟ محمد العربي ابو حزم هو مسؤول لعقود، هو مسؤول داخل التنظيم ديال جماعه لهذا الاحسان، وكان مسؤول لعقود على الجانب الاعلامي، وهو اللي كتب السيره ديال الاستاذ عبد السلام ياسين في 1000 صفحه. والتقديم ديال هذا الكتاب اللي كيتكلم على السيره ديال الاستاذ عبد السلام ياسين الله يرحمه ويوسع عليه دارها له الاستاذ محمد العبادي الامين العام ديال جماعه لهذا الاحسان. اذا الا كان الناس اللي كيتهموا هذا السيد بالتلا صورتي، هذا السيد لا صورتي، كيفاش هذا السيد لا صورتي وهو اللي كتب السيره ديال الاستاذ عبد السلام ياسين؟ كيفاش هذا السيد لا صورتي والامين العام ديال جماعه لهذا الاحسان هو اللي دار له التقديم ديال هذا الكتاب اللي وثق فيه الاستاذ محمد العربي ابو حزم للسيره ديال الاستاذ عبد السلام ياسين الله يرحمه ويوسع عليه؟ وتيجيو ناس ما بغيتش نقول سفهاء لحقاش ماشي سفهاء، هما ناس علماء، ناس عباقره، تيتهموا هذا السيد بالتلا صورتيت، تيقولوا هذا لا صورتي، هذا كان مدسوس وسط الجماعه. اوكي، الا كان مدسوس لعقود وسط الجماعه وكان مسؤول على القطاع الاعلامي داخل الجماعه، مزيان، انا نمشي معكم في الطرح ديال انه كان مدسوس، كان لا صورتي بوليسي مخزني مدسوس. انا تنقول مدسوس. فين يربط المسؤوليه بالمحاسبه؟ شكون هما هاد الناس اللي خلاوه يتدرج في المسؤوليات داخل التنظيم حتى وصلت انه هو اللي يكتب السيره الذاتيه ديال الاستاذ عبد السلام ياسين والامين العام هو اللي دار له التقديم، وهو مدسوس، هو بوليسي ولا صورتي. خصنا شكون اللي كان تيدفعوا؟ اذا كان وراءه بوليس حتى هما تيدفعوه، وخصنا هاد الشبكه ديال لا صورتيه كامله نشدوها، ماشي نوجهوا الاسهم الاتهام لواحد دون دليل. ولكن هاد الاسهم الاتهام شكون اللي توجهها؟ توجهها الرعاع، الدهماء، الغوغاء هو اللي توجه. ما عنده حتى مسؤوليه، ما عنده حتى مسؤوليه. تقول لك كاينين عندنا وثائق معقول خطيره جدا تتهم هذا الرجل بالتبوليسيت، عندنا دلائل قاطعه بالوثائق بان محمد العربي ابو حزم لا صورتي بوليسي. هادو الغوغاء. ولكن المسؤولين حتى واحد ما تيخرج، تيخليو الغوغاء يديروا خدمتهم، الدهماء، الرعاع تيديروا خدمتهم، وكاين فيهم اغلبيه داخلا ببروفايل ما داير فيه السميه هكا بق، ولكن ما كاين لا صوره لا والو، ومدفوعين وتتهموا هذا السيد هذا بالتلا صورتيت. كاين واحد الشخص اخر اللي هو المهندس ابراهيم الجعواني، اللي هذه مده شهرين هو تيخرج مواد بالصوت وتيتكلم فيها على مجموعه من الاختلالات داخل جماعه لهذا الاحسان. مواد صوتيه اللي تجاوزات 200 ساعه اللي مازال ما كملتهاش. الان في وسائل التواصل الاجتماعي تيتهموا هذا المهندس ابراهيم الجعواني بالحمق والخبال، وتقول هذا مهبول مسخلل في عمق، هذا كيقطع حوايجه، هذا مهبول مسخلل هذا. اوكي، الا كان هذا الانسان هذا مسخلل، المهندس ابراهيم الجعواني مسخلل، كيفاش هذا الانسان اللي مسخلل، هذا المهندس اللي مسخلل، كيفاش انه رجل اعمال ناجح، رجل اعمال ناجح جدا جدا جدا، كيفاش هذا المهبول المسخلل اللي تيقطع حوايجه، كيفاش هذا المهندس ورجل اعمال ناجح ابراهيم الجعواني كيفاش انه كان ولا زال من اقرب المقربين للعائله الصغرى الضيقه ديال الاستاذ عبد السلام ياسين الله يرحمه ويوسع عليه. كيفاش هذا السيد هذا كان صديق العائله وما زال صديق العائله، كيفاش هذا الانسان اقرب الناس الى الاستاذ عبد السلام ياسين من ولاده وبناته، قريب بزاف. عشيه وضحاها ولا تتوجه له السهام ديال الهبال والحمق، هذا السيد مسخلل. علاش؟ وشكون اللي توجهها له؟ الدهماء والرعاع، الغوغاء، خراطه، هاجوج وماجوج ديال وسائل التواصل الاجتماعي، هما اللي توجهوا هاد
القرطاسات ديال الحمق والهبل والخبل، وكيقولوا الله يشافيه مسكين مسخلل، مسكين هبل، مسكين صافي تيقطع حوايجو. بويا عمر، خصو بويا عمر. علاش المسؤولين ساكتين؟ علاش المسؤولين ما ينطقوش ويقولوا لا هاد السيد راه ماشي احمق، هاد السيد راه بعقله. الكلام اللي قال فيه جزء من الكلام اللي قال صحيح، جزء منه شويه، وواحد الجزء من هذا الكلام اللي قال راه ماشي صحيح، وها الصحيح هو هذا. علاش ما كاينش توضيح؟ وهاد المواد الصوتيه ديال المهندس ابراهيم الجعواني دايره خباله، كلشي سمع ليها، كلشي ما تلقاش شي واحد اللي ما سمعش لهاد الاوديوات، ولكن كلشي ساكت. السكات عنده تفسيرات ديالو. من بين التفسيرات ديال هاد السكات هذا هو داك الولاء الاعمى، هو داك عباده الاصنام البشريه، هو داك بنادم تتكون على عينيه جلاله تقول مستحيل هادشي ما يمكنش. التنظيم هو ديال الملائكه الذين لا ياتيهم الباطل لا من بين يديهم ولا من خلفهم ولا ما كاينش خطا. هاد الناس منزهين عن الخطا. هاد الناس انبياء ورسل، المسؤولين داخل التنظيم انبياء ورسل. هذا كاين جزء من الناس تيامنوا بحال هكا، تيقولوا هاد الناس هادو مستحيل، هادو اولياء الله الصالحين، وعد بالهم بان اولياء الله الصالحين راه ما تخطئوش. والحديث تيقول كل ابن ادم خطا، انكلودين داخل معاهم اولياء الله الصالحين، تا هما داخلين تما، تا هما تيخطئوا، تقدر يخطئ ولي الله الصالح يقدر يخطئ، ولكن لا خطأ وبقى ساكت يتمادى في خطئه. انت تساعد ولي الله ان يصبح ولي الشيطان بسكوتك. علاش الدين ديالنا تيقول لنا الساكت عن الحق شيطان اخرس؟ علاش؟ لان فعلا الساكت عن الحق تخلي هذاك المخطئ واخا تيكون زوين وظريف وتقي ونفسه زكيه، ولكن خطا صغير، وانت اللي المفروض فيك انك تنصحيه، لان الدين هو النصيحه. المفروض فيك تنصحيه تسكت، انت ملي كتسكت هو تيبقى يتمادى، والتمادي ديالو في الخطا صغير تولي كبير، وكره تبقى تكبر تولي خطا قد الخلا. هذا وعباد الله تيبقاش ولي الله. كان ولي الله فاش يلاه دار خطا صغير تولي ولي الشيطان، حيت انت اللي ساعدتيه بالصمت ديالك. الساكت عن الحق شيطان اخرس. رجوعا للسي محمد ابو الحزم، العربي ابو حزم، اللي كتب السيره ديال الاستاذ عبد السلام ياسين. كان وقعت واحد الواقعه اللي تكلم عليها السي ابراهيم الجعواني، وهي ان كان واحد السيد من الكوادر ديال الجامعه في بريطانيا سميتو محمد العلوي، اللي وصلوا نسخه من الكتاب قبل ما يتطبع، من واحد الكتاب اللي كيتكلم على الصحبه وكذا، المهم ما تيهمناش، وصلت النسخه بالخطا، وكان المفروض ان يرجعها لمولاها اللي هو السي محمد العربي ابو الحزم، يقول له اسمح لي راه وصلتني بالخطا، قال له راه وصلتك واحد النسخه بالخطا ارجعها ليا، وهذه قال له لا، عطاها للتنظيم وكذا. ومن بعد ناضت البلباله مشى قراها، فاش قراها تفتحوا له العينين، تحيدت له الغشاوه على عينيه. علاش؟ حيت هو كان من الناس اللي الولاء الاعمى، ولاء اعمى دون تشغيل المخ، تعطيل كامل للمخ، تعطيل كامل. هو من الناس اللي كانوا تعتبروا بان اي مسؤول داخل جماعه الاحسان هو ملائكه ومنزه عن الخطا، منزه، ملائكه ما تخطاش. فمن بعد فاش قرا الكتاب تحيدت له الغشاوه على عينيه، وقال له ودي هادشي بصح هادشي وفعلا كيفاش هادشي كاين. وجه رساله المجلس الارشاد، الهيئه ديال مجلس الارشاد داخل جماعه الاحسان. اش تيقول لهم فيها؟ تقول لهم فيها ودي راه كذا 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 كذا، وتيدعوهم الى، قال لهم ودي راه خص بنادم يجلسوا على الطابله. اقترح واحد الاقتراح جميل جدا، السيد باغي يجمع، ماشي باغي يشتت، باغي يجمع. كاينين الناس داخل التنظيم باغي تشتت، هو لا باغي يجمع. الدليل انه باغي يجمع، هو قال لهم، الدليل هو انه قال لهم راه خاص واحد اللجنه ديال الحكماء اللي يكون من المهام ديالها هو يجيبوا ناس من التنظيم، يجيبوا ناس من العائله ديال الاستاذ عبد السلام ياسين، يجيبوا ناس من هنا ناس هنا، ويديروا واحد الميثاق اللي من خلاله يكون تحديد المسؤوليات وكذا، باش والمفاهيم، باش ما يبقاش هاد الثغرات ديال طبعا. الجواب كان بسيط جدا، هو ان واحد من القيادات ديال جماعه الاحسان اللي هو الاستاذ عبد الواحد المتوكل عطى تعليمات، قال له انت
بقيتيش معنا بسلامه باي باي، بقيتيش معنا باي باي. وعطى اوامر ديالو لكاع الناس اللي في اوروبا ان ما يبقاوش يتواصلوا مع هذا السيد هذا. وانا علاش طلع لي الدم دابا؟ هاد الحيتيه هي اللي شعلت فيا العافيه، لانني انا فاش تشديت في المغرب وقلتها في المحكمه، قلتها للقاضي وقلتها قدام المحاميين وقلتها قدام وكيل الملك وقلتها قدام كل شيء. والاستاذ محمد اغناج الله يجازيه بخير كان واحد من الناس اللي تطوعوا للدفاع عليا، وهو شاهد عيان انني قلت هذا الكلام وسط المحكمه وقلتها للقاضي. وهي باش بديت كلامي المرافعه ديالي بديتها بهذا الكلام، هو انه منذ اعتقالي في المطار وانا كنسمع كنتسناو التعليمات ومشيت لحسان كنتسناو التعليمات ومهضر معايا حتى واحد في حسان وطلعوني وهبطوني وكنتسناو التعليمات ومشيت للفرقه الوطنيه في الدار البيضاء وكنتسناو التعليمات وحتى مشيت للعكاشه وباقي التعليمات وجاب لي القنصل الكتاب الاول العكاشه وما خلاوش يدخل، قالوا نتسناو التعليمات، وجاب لي الكتاب الثاني نتسناو التعليمات، وجاب لي العسل وقال لي نتسناو التعليمات وفلوس وشراه، قالوا كنتسناو التعليمات من الرباط وعطاوه لي حتى رمضان تبقى لي والو نخرج. يعني هاد الكلمه ديال التعليمات ما بقيتش تنحملها، لانها دليل قاطع على ان ما عندناش مؤسسات في المغرب. اللي كاين هو الملك، الهمه، الحموشي، هادشي اللي كاين في المغرب، هاد الثلاثه هما اللي كاينين. كذب عليك كذاب. الملك تيهضر مع الهمه تيهضر مع الحموشي تينفذ. ما كاين لا حكومه لا وزاره لا حتى حاجه، حتى لعبه هادشي ما كاينه. كاين ثلاثه الناس هما اللي كاينين، التعليمات، التليفون، طرق، صافي هادشي اللي كاين. في التنظيم ديال جماعه الاحسان، التنظيم هو صوره طبق الاصل المنظومه المخزنيه اللي هي التعليمات. ما كاينش وثائق، ما كاينش ربط المسؤوليه بالمحاسبه، اللي كاين هو تعليمات. الو انت ما بقيتيش معنا سالينا، ما كاين لا شكون اللي اتخذ القرار، شكون اللي سمع عليه، شكون اللي ما كاينش ربط المسؤوليه بالمحاسبه. وهذا الشيء خطير جدا جدا في واحد التنظيم اللي يقال عليه انه تنظيم حديدي، ويضرب له المخزن 1000 حساب وحساب وكذا وكذا، وقيل عنه الكثير، وكنشوفوا بانه تيتسير بالتعليمات. رجوعا للتعليمات، والنقطة الثانية اللي خلتني نتكلم بعد مدة طويلة جدا جدا ديال الصمت، كنت كنشوف أنا كفاعل حقوقي وسياسي كتجيني معلومات من هنا ومن هنا، وأنا غير ملزم أنني نفصح على المصادر ديالي. أنا غير ملزم، أنا فاعل حقوقي وسياسي. أنا ما يمكنلكش أنت تتهم مثلا الناس اللي كانوا وراء الوثائق ديال الويكيليكس ولا ديال باندورا ولا ديال ما عرفت شنو هو، ما يمكنلكش تتهم توجه لهم اتهام تقول انت عندك هادشي اذا انت بوليسي، انت عندك هاد الوثائق اذا انت بوليسي، انت عندك هادي اذا انت بوليسي. سيروا قراو شويه، سيروا تقفوا شويه. راه الصحفي والفاعل السياسي والفاعل الحقوقي والمثقف والانسان العادي واي واحد كتكون عنده يعني قنوات ديال الحصول على المعلومه، وهو غير ملزم لا اخلاقيا ولا قانونيا انه يفصح عليها، غير ملزم. وخصوصا في الحاله ديالي فاش تكون مصدر ديال المعلومه كبير بزاف. النقطه الثانيه اللي خلاتني نتكلم هو ما وقع في 2011. في 2011 طبعا كنت من واحد مع مجموعه من الخيرين، المغاربه الخيرين اللي عايشين في الخارج، الفضلاء المصطلح ديال الجماعه، اللي كانوا وراء تاسيس واحد مع مجموعه من الخيرين ديال البلاد اللي كنا وراء تاسيس الائتلاف العالمي لحركه 20 فبراير بالخارج. وفاش تاسات هذا الائتلاف هذا تبين لنا بزاف ديال الحوايج. من بين هاد الحوايج اللي تفاجئنا بهم هو ان تنظيم جماعه الاحسان كان عطى اوامر صارمه لكل عضو وعضوه في جماعه الاحسان بالخارج في اوروبا وكندا وامريكا انه ممنوع منعا كليا يشارك في اي احتجاجات ولا اي حاجه ما يشاركش فيها، لان المطلب ديال كيسميوه هما اعضاء المدرسه الاحسان هو الاحسان. اللي كيعيشوا خارج المغرب المطلب ديالهم والحاجه اللي خصهم يركزوا عليها هو الاحسان، هو تزكيه النفس، هو الرباطات، هو مجالس النصيحه، هو مجالس الذكر، هو بعيدا عن العدل. لا، العدل قالوا لهم خليوه لنا حنا اللي في المغرب، اما انتم ركزوا لنا على الاحسان، انتم كونوا محسنين صافي، داكشي اللي بغينا منكم، انتم ما تكونوش الناس اللي تقلبوا على العدل.
مع كامل الاسف، مع كامل، اقولها بمراره، مع كامل الاسف، ان تقريبا 99.99% يعني لبوا النداء ديال السكوت ديال الصمت اللي جاو من المغرب. وفعلا باش نكونش درنا نهضروا على التنسيقيه ديال امريكا. التنسيقيه ديال امريكا المشاركه كانت ضعيفه قدام السفاره المغربيه في واشنطن، بمعنى من موراها غير بشويه كان جا الاستاذ عبد الله الشيباني وكان جا الميريكان هنا وكان قال لهم ودي، جا هو من المغرب في اطار التنميه البشريه وهذاك الشيء، جا من المغرب خلصوا عليه فلوس البيي مسائل الطيارات جا لهنا علاش؟ الغرض جا باش يقول لهم ودي راه خص ولادكم يعني في اطار هذا الشيء ديال، هو جا من المغرب باش يوري ولاد الجاليه هنا كيفاش يربيو ولادهم، ماشي اهل مكه ادرى بشعابها، لا هو غيجي من المغرب باش يقول هنا، يقول المغاربه والمغربيات اللي هنا ها كيفاش تربيو ولادكم. والحل شنو هو تنظموا واحد المخيم في مرت البيت وتمشيو تعوموا وكذا وديو اليوث التينيجرز ديالكم وكذا، الدراري والبنات وداك الشيء ديهم ويعوموا ويلعبوا ويشطحوا وكذا، بحال داك الشيء ديال الاس ام اس نيتوركين. ف تفاجئنا عاوتاني بواحد المساله اخرى اللي هي ديال اوروبا. عاوتاني داروا مجموعه من الوقفات قدام لاهاي، داروا قدام السفارات المغربيه في مجموعه من الدول، ولكن كان انعدام المشاركه ديال الناس اللي تابعين لجماعه الاحسان في الخارج في اوروبا. علاش؟ لانهم جاتهم تعليمات صارمه ممنوع تشارك في شي نشاط كيفما كانوا نوعه، من غير مجالس ديال الذكر والنصيحه والرباطات، من غير هذا الشيء منعا كليا. وشنو دار في الاوج ديال الحراك ديال 20 فبراير في اوروبا؟ شنو دار الريغاط؟ انا هذا في المغرب شنو دار في اوروبا؟ اللي دار في اوروبا هو مؤتمر عالمي ديال الانشوده، تخسرات عليه فلوس صحيحه من الفلوس ديال دافعي المساهمات، لحقاش كل عضو في جماعه الاحسان الا وتتكون عنده واحد المساهمه شهريه، على المسير يقدروه وعلى المقتر يقدروه، كتكون عنده واحد المساهمه شهريه. هذيك المساهمات الشهريه طبعا كتجمع وكتبقى تراكم. اذا هضرنا على 40 عام ديال المساهمات الشهريه ديال المغرب وتزيد عليها مساهمات شهريه ديال مغاربه الخارج، هنا راه كتهضر على واحد نقولوا لها ثروه، اوكي نقولوا لها ثروه هائله ديال 4 عقود ديال المساهمات الشهريه. شنو داروا مهرجان ديال الانشوده، عيطوا عليه على كم هائل من الناس اللي تيغنيو الاناشيد من كل اصقاع العالم، وخلصوا لهم الوطيلات المأكل والمشرب والمبيت وكذا باش يزيدوا الزيت الريط ويديروا الاناشيد ويمشيو في حالاتهم. وحنا في اوج الحراك ديال 20 فبراير الوقفات في اوروبا تحضر لهم حتى واحد، شي واحد يحضر وتشدوا الكاميرا بانه حضر. الفصل سلامه تيفصلوه من التنظيم، سدات ما دار صافي برا علينا، انت ما بقيتيش معنا. ولا مشيتي بقيتي تحفر من وراء هذا الشيء اش تتلقى؟ الا مشيتي تبقى تنبش اش كتلقى؟ تلقى بان التعليمات كتجي من عند شخص واحد من المغرب، هو اللي تيهز التليفون وتعطي تعليمات شفويه، ما كاينش شي حاجه ديال المؤسسات. حنا تنعيبوا على المخزن بانه عنده التعليمات وما كاينش مؤسسات، ما عندناش مؤسسات في المغرب، فعلا ما عندناش مؤسسات في المغرب، فعلا عندنا عيد تعليمات وبالتليفون فعلا، ولكن حتى داخل التنظيمات السياسيه وعلى راسها التنظيم ديال جماعه الاحسان كلشي بالتليفون، ما كاينش ربط المسؤوليه بالمحاسبه. ودابا دويت على المساهمات الشهريه ديال 4 عقود 40 عام ديال المساهمات الشهريه ديال مغاربه الداخل ومغاربه الخارج. هل هناك سؤال هذا وسؤال حتى للسي ابراهيم، حتى للمهندس ابراهيم الجعواني، سؤال ليه واش كاين اليات؟ انت اللي كتهضر على الصحبه الجماعه والوصيه كذا، واش كاين داخل جماعه الاحسان اليات للمحاسبه على كل مليم كل سنتيم واحد تيدخل للصندوق ديال الجماعه؟ واش كاين اليات المحاسبه؟ واش كاين اليات لربط المسؤوليه بالمحاسبه؟ واش كاين اليات لتتبع اين يصرف كل درهم تيكون في الصندوق ديال الجماعه اللي كيتجمع من المساهمات الشهريه ديال الاعضاء ديال جماعه الاحسان؟ سؤال ما فيه حتى حاجه، ما فيه لا معيور لا سبان لا حتى حاجه، عادي ما سؤال عادي. ولكن هذا السؤال هذا كافي ان مجموعه كبيره من الغوغاء والدهماء غيقولوا لك انت يخرجوك من المله، ماشي غيقول لك انت لا صورت، يخرجوك من المله. انت يقول لك انت ما بقيتيش مسلم، انت كتعبد الحجر ولا البوبريس ولا لمجرد انك تسول سؤال اخر. السي ابراهيم الجعواني
تقول لك اودي الى نزلتوا لي الوصيه، واحد الفيديو ديال الوصيه اللي كاين اصلا، هو بغى المسؤولين يبارطاجيو عندهم، الا نزلتوه انا صافي نحبس مابقاش ندير اوديوات. اذا هاد التقراع اللي تيتقرع ما وراءه هو فيديو فقط، ينزل له فيديو يسكت. اذا لم ينطق كلمه الحق، ماشي ما كتنطقش دابا لان ساكت عن الحق شيطان اخرس، لا، انت عندك كل شيء يلخص في فيديو واحد، وسمعته في مجموعه من الاوديوات، اكثر من 30 ولا 40 اوديو اللي تتقال فيه هاد من اصل 200 والزياده، اكثر من 30 ولا 40 اوديو اللي تتقال فيه الى حدود الساعه اللي كتقال فيه. نزلوا الفيديو ديال الوصيه، انا صافي ما بقاش نهضر. اذا ما ينطقك ماشي هو كلمه الحق. الحق شكون كانت كلمه الحق؟ كان اختلالات اللي جات في الاوديوات ديال السي ابراهيم الجعواني وعندها عقود وكان ساكت عليها ما تيقولهاش. علاش كنتي ساكت؟ اذا انت كنتي شيطان اخرس، استغفر الله العظيم. لا، زعما الصمت ديالك كان يوحي ان الصمت ديالك حتى هو كان داخل في هذا الاطار ديال الساكت عن الحق شيطان اخرس. نعطي بعض الامثله. مثال رقم واحد، كيف يعقل واحد الجماعه اللي كتنسق مع هيئات سياسيه اخرى اللي باش يكونوا واحد الجبهه واحده للتصدي لهذه المنظومه المخزنيه، وكيوعدونا بمغرب جديد اللي غتكون فيه الشفافيه والديمقراطيه وربط المسؤوليه بالمحاسبه. اوكي، والتداول على السلطه. دابا فاش تيتحاوروا مع الاخرين تيقولوا لهم غنديروا ميثاق وكذا، تيقولوا لهم راه غنبقاو نداولوا على السلطه، يعني الشعب راه غادي اختارنا حنا، راه هادي اوكي، عاوتاني اختاركم نتوما، اوكي، تداول على السلطه. كيفاش نتوما كتوعدوا الاخر بالتداول على السلطه وانتوما ما عندكمش تداول السلطه داخل التنظيم؟ مثال، استاذ فتح الله ارسلان منذ التاسيس منذ 1983، دابا حنا 39 عام وهو ناطق رسمي. واش ما كاينش شي ناطق رسمي كاع شي واحد داخل التنظيم؟ هذا التنظيم اللي ما استطاعش انه يكون لنا تكوين صناعه، يصنع لنا الناس اللي يقدروا ينطقوا باسم التنظيم، باسم جماعه الاحسان. اذا هذا تنظيم فاشل في نظري انا. الا استطاع في 40 عام ما ينتجش لنا واحد الانسان اللي يقدر ينطق باسم جماعه الاحسان، هذا تنظيم فاشل. سيد مريض، استاذ فتح الله ارسلان مريض بالسكر، الله يشافيه ويعافيه، والموت علينا حق. ما عرفناش شكون السابق شكون لاحق، نقدر نسالي هذا الفيديو نموت وهو غادي يموت حتى هو، طال الزمن الله يطول عمره، وحنا بغينا يطول عمره ويشافيه لوليداته وعائلته، ولكن الموت علينا حق. واحد النهار غادي يموت، واش فاش يموت عاوتاني تنوض قرباله؟ لا، من يخلفوه؟ واش ولا ملك؟ حنا تنعيبوا باغي كيقولوا ملك جبري، ملك يعني عاض، ملك، ولكن راه داخل التنظيم راه كاين عاوتاني ملك عاض وملك جبري، وكاينه بان الانسان تيكون في المسؤوليه ديالو اللي تيفرقوا على المسؤوليه هو القبر. هو سيدنا عزرائيل هو اللي غيهزو من ديك المسؤوليه باش تنوض قربانه. شكون اللي غيعوضوا؟ عباد الله؟ من سيعوض هذا؟ تنوض قربانه، يعني ما كاينش مؤسسات، زائد اغلبيه ديال الناس اللي في جماعه في مجلس الارشاد هما ناس ابديين، ابديه العضويه الابديه الى الممات. يعني عزرائيل هو اللي غيحيدوا من العضويه ديال الجماعه ديال مجلس الارشاد. عزرائيل بوحده هو اللي عنده الباور باش يحيد واحد الانسان من مجلس الارشاد ويقول له انت ما بقيتيش مجلس الارشاد. هو الكفن وعزرائيل، وهذا خطا. فين هو التشبيب؟ فين دابا اللي شدينا الرعيل الاول ديال جماعه الاحسان اللي كانوا على راس مجلس الارشاد؟ هاد الناس هادو فاش تقلدوا هاد المسؤوليه ديال انا عضو في مجلس ارشاد جماعه الاحسان، شحال كانت في عمرك؟ في العشرينات، كلهم كانوا في العشرينات تقريبا، كلهم بدون باستثناء السي محمد العلوي اللي الله يرحمه السعلي اللي كان في العمر ديال الاستاذ عبد السلام ياسين، والسي الملاخ اللي كان هو في العمر ديال السي عبد السلام ياسين الله يرحمه السعلي الاستاذ. اما التبقيه كانوا في العشرينات من عمرهم. دابا اي واحد تيتصور بان شي واحد من العشرينات تشوف فيه في مجلس ارشاد علامه الساعه الكبرى، ما يمكنش، مستحيل. معركه ديال بدر، خالد بن الوليد كان مع المشركين، كان مع الكفار تيحارب، وفاش خسروا في معركه بدر قال لهم راه خسرنا لاننا حاربناهم بشيوخنا، كنا تنحاربهم بالشيوخ ديالنا، وهما كان معهم عتبه وابو لهب وابو جهل وهذوك الجهابده ديال قريش، هذوك مسخات الوالدين هذوك، ولكن كلهم كانوا شراف
ولكن في الجهه الاخرى اللي مع الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا الناس شباب. فقال لهم حنا خسرنا لحقاش تحاربنا معاهم بشيوخنا. انت باغي تربح هذوك كل واحد تيطير مع الطيور، غادي جايب له عتبه وابو لهب وابو جهل، اش غتقضي مع هذوك الطيور؟ تيطيروا مع الطيور. اذا كاينين الناس اللي كانوا على مجلس الارشاد اللي عندهم تكوين، يعني رجال تعليم ثانوي، رجال تعليم اعدادي، اغلبيتهم رجال تعليم اعدادي. ف 40 عام راه في خلال هذا 40 عام راه كاين اطر كبيره داخل التنظيم اللي ما تعطات لهاش هذه الفرصه هذه انها تكون عندها مسؤوليات داخل التنظيم باش تهرب به لقدام واحد السنوات ضوئيه. يعني بقى هذاك التنظيم شاد الكورده راجع للور، خدام بواحد السيستم قديم. حنا في 2022 باقي خدامين هما بالويندوز الاول، ماشي تا ويندوز، باقي خدامين بالام اس دوس. فكاينه مجموعه من الاختلالات اللي ما عندهاش تفسير، والطرف الاخر اللي غير منتمي بحالي انا كيشوفها من الخارج. فاش تيشوفها من الخارج تيقول اسمح لي هذا تنظيم تيوقراطي، هذا تنظيم خطير، هذا تنظيم يعني تهدر ترعف، اللي هدر طق مخزني بوليسي احمق مهبول كتقطع حوايجك. يعني ممنوع انك غنسمعوا الاوديو وعاد نقرا عليكم الرساله اللي رسل هذا الكادر من بريطانيا لمجلس الارشاد. نسمعكم الاوديو وغادي للتوثيق وللتاريخ باش تبقى وثيقه. ارسل لهم رساله انا غنقراها عليكم، ها هي هنا. هاتسي محمد العلوي، ها هي الرساله. انا شويه غنقراها عليكم ولكن غادي نسمعوا الاوديو. ارسل لهم رساله ما حاشاوش ليه. الجواب ديال الرساله هو اتصل به الاستاذ المتوكل وقال له باي باي يا شيري، باي باي، ما بقيتيش معنا صافي، سير في حالتك. هو يرسل له نصيحه لحقاش الدين النصيحه يساوي النصيحه. لا عندهم الدين يساوي النصيحه، عندهم النصيحه تساوي لابيرتا. يلا خيمتكم، بقيتيش معنا. غنسمعوا الاوديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني في الله، أخواتي في الله، أهلي وأحبابي وأصحابي من أهل العدل والإحسان، أحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد البشير النذير المبعوث رحمة للعالمين. أسأل الله تعالى أن تجدكم رسالتي هذه وأنتم في أحسن الأحوال الصحية والإيمانية، وأن يرزقنا المولى تعالى وإياكم من أرزاقه الممدودة وخزائنه المملوءة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التساؤلات من مجلس الإرشاد، من عضو من أعضاء مجلس الإرشاد، منا وإراداتنا إلى ما يحبه ويرضاه. فأيها الأحباب، أريد أن أشارككم رسالة قد أرسلتها لبعض المسؤولين، خاصة القيادة في متمثلة في أعضاء مجلس الإرشاد، وأرسلت نسخة منها إلى بعض أفراد أسرة سيدنا الإمام المرشد. ولما توصلت بالجواب الصادم من مجلس الإرشاد، من عضو من أعضاء مجلس الإرشاد، قررت أن أشارككم هذه الرسالة. وبعد مشاركتهم هذه الرسالة فأردت أن أخبركم عن هذه الشهادة التي أريد أن أبلغكم إياها قبل أن تتطلعوا على الرسالة. فهذه شهادة لله تعالى، ولتعرفوا ما آلت إليه أمنا الغالية جماعة الإحسان، والمسؤول الأول عن هذا التراجع والتدني والتنظيم متمثلا في قيادته خاصة مجلس الإرشاد. قضيت أكثر من عام أيها الأحباب ولا أنقطع عن الدعاء والنصح بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة لبعض إخواني المسؤولين. ومنذ ما يقرب من شهر كما قلت أرسلت رسالة نصح إلى أعضاء مجلس الإرشاد أطلب فيها جمع الشمل، وعرضت فيها بعض التساؤلات والقضايا المهمة التي أرقت كثيرا من المؤمنين والمؤمنات في الداخل والخارج، واقترحت خريطة للطريق للخروج من هذه الأزمات وللنهوض من جديد بمشروع سيدنا الإمام المرشد رضي الله عنه. اقتراحي كان متمثلا بالأساس في إنشاء لجنة للحكماء تضم بعض المؤمنين والمؤمنات من داخل وخارج التنظيم لجمع التساؤلات وملفات القضايا المهمة والمعطيات المتواترة، والتعاون مع مجلس الإرشاد وبعض أفراد أسرة الإمام المرشد رضي الله عنه لنجد جميعا الأجوبة الشافية الكافية، فيتم عرضها على كافة المؤمنين والمؤمنات وكتابة ميثاق أخوي يلتزم به الجميع المسؤولون والأعضاء،
عنوانه الصلح وجمع الشمل من أجل إحياء مشروع الإمام المجدد رضي الله عنه. ثم نعرضه في لقاءات الذكرى التاسعة، لأننا مقبلون على الذكرى التاسعة، في لقاءات الذكرى التاسعة لرحيل سيدنا الإمام المرشد رضي الله عنه. وبعد انتظار 3 أسابيع كان الجواب الصادم عن رسالتي هو التوقيف أو الفصل من الجماعة. التوقيف أو الفصل لا أدري، لأنه لا أعرف طبيعة القرار. إلى الآن لا أعرف طبيعة القرار، لأنني لم أتوصل برسالة رسمية. طلب مني هاتفيا بأن لا أحضر إلى جميع المجالس، وقد شطبت من علبة التنظيم بدون إخبار رسمي يرسميني من المسؤول التنظيمي، فقط عضو من الجهة أخبرني هاتفيا وكان جد محرج كذا كذا. ولكن إلى الآن لا أعرف طبيعة القرار، هل أنا فصل نهائي أم موقف لمدة لا أدري. المهم أنني شطبت وطلب مني بأن لا أحضر المجالس. تواصلت مرتين مع الدكتور عبد الواحد المتوكل عضو مجلس الإرشاد المسؤول عن القرار، الذي كان هو بالنسبة لي هو المسؤول عن القرار، وهو الذي طلب إلى التنظيم في بريطانيا أن يخبروني بتوقيفي. تمنيت لو لم أكن حيا لأرى هذا الاستبداد في جماعة المؤمنين، ولو كنت في أي مؤسسة مدنية لما حصل هذا قط. فقد وصلنا للحضيض ولخط ما تحت الإنسانية، فلا مجال للكلام عن الإحسان أو الإيمان أو الإسلام لنعيد إنسانيتنا المسلوبة أولا، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعندي شهادة ثانية فيما يخصني وشهادات مؤمنين آخرين لا يكفي الوقت لذكرها الآن، في تدخل الدكتور عبد الواحد المتوكل في تنظيم المؤمنين خارج المغرب. وقد أخبرت المسؤول الأوروبي وأبديت له رأيي وقناعتي بأن 80% من المشاكل التنظيمية اللي تنعيشها في أوروبا وفي دول أخرى خارج المغرب، في أمريكا وكندا وغيرها، ستحل بإذن الله تعالى إذا كف بعض أعضاء مجلس الإرشاد عن التدخل المباشر أو غير المباشر في العمل التنظيمي خارج المغرب. وكان هناك أمور نطرحها مع المؤمنين والمؤمنات. فالأمر الأول، لماذا يتدخل؟ سؤال يطرح علينا أن نطرحه جميعا، لماذا يتدخل أعضاء مجلس الإرشاد في تنظيم العمل خارج المغرب؟ وحنا الأساسيات ديال العمل ديالنا اللي أسسوا إمام مرشد وكانوا يذكروا به ويذكروا به وهو مبني على القطرية. فالتنظيم فهو قطري، تربطنا الصحبة، يربطنا الفكر كذا، ولكن كل واحد في القطر ديالو، كل بلد له خصوصيته. فأوروبا لها خصوصياتها، أمريكا لها خصوصياتها. فلماذا هذا التدخل المباشر وغير المباشر في التنظيم خارج المغرب؟ الأمر الثاني الذي أريد أن أشارككم إياه، فهذه القضية هذه التي أثيرها وأشارككم إياها فهي ماشي قضية شخصية، ماشي قضية محمد العلوي فقط. فهذا الأمر هذا يعيشه كثير من المؤمنين والمؤمنات. فقط المؤمنين تيمشي تيسد عليه، ما باغي يهضر مع حد وما عندوش أو ما عندوش جرأة باش يهضر، فما يمكنناش هو لمدة عقود. ونشارككم واحد الأمر، لما كنت أتكلم المكالمة الهاتفية الأخيرة هذا الأسبوع مع سيدي الدكتور عبد الواحد، قال لي وهكا تنديروا، إلا بغينا نفصلوا شي واحد صافي تنقولوا له نخبروه هكا صافي، ايوا هكا تنديروا. هذا هو عمل المؤسسات، هذا هو التنظيم. وإلا كنتوا تديروا هكا 30 40 سنة، ايوا جا العوام باش تغيروا، ما فقتوش من شحال هذه باش تغيروا الأمور ديالكم وتقولوا عمل مؤسساتي. وعمل مؤسساتي تنظيم يسعى لإقامة العدل في أرض الله. هذا راه ماشي مستوى، فخصنا نغيروا. وإلا جيتك أنا ناصح يا أخي سيدي عبد الواحد، فاقبل النصيحة. إذا كنت 30 سنة ولا تقوم بأدنى أعمال التي يتطلبها منك أو من القيادة العمل المنظم في مؤسسات منظمة، فيا أخي وآن الأوان باش تضربوا الفقد في راسكم كما تيقولوا المغاربة. فهذا لا يستقيم، هذا لا يستقيم. الأمر الثالث أيها الأحباب أريد أن أشارككم إياه، فمجموعة من المسؤولين وخاصة القيادة مجلس الإرشاد تيقولوا دائما والإخوان ديما تيمشيو التواصل الاجتماعي والفضاء الأزرق وكذا 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 وتنتقدوا هذا. الأحباب والإخوان والأخوات والمؤمنين والمؤمنات، الأخ هذا العبد الضعيف هذا اللي تحدث معكم الآن، فما عمري ما تكلمت نهائيا في فيسبوك ولا كذا ولا كذا، ما عنديش كونت فيسبوك. لذا قمت كتابة هذه الرسالة بعد استخارة مطولة، هذه الرسالة بنصح لجمع الشملي، وقدمتها هذه الرسالة لمن وصلت المؤمنين؟ وصلت فقط لبعض المسؤولين خاصة قيادة مجلس الإرشاد، ووصلت لبعض الأفراد ديال الأسرة ديال سيدنا الإمام مرشد فقط. والآن سأشارككم إياها. لماذا سأشارككم الآن إياها؟ بعد توصلي بهذا القرار الصادم في حقي. تصور إنسان يرسل رسالة نصحين ينصح، والهم دياله هو جمع المؤمنين، وإذا بالمسؤولين اللي في نظرنا هما يعني القدوة يتصرفون تصرفا غير لائق، بل تصرف ما يمكنش تصرف به أي جمعية ولا أي حزب ولا أي جمعية إسلامية كما كانت في العالم. ما يمكنش التصرف بهذا تصرفات بنو أمية، تصرفها ما كاينش أوصاف
أنا نعطيتك أوصف تصرفات بنو أمية. فيا آل العدل والإحسان أتوجه إليكم يا آل العدل والإحسان أيها المؤمنون والمؤمنات، أيها الإخوان والأخوات الذين قضوا مثلي شبابهم في أحضان أمنا الغالية جماعة العدل والإحسان وبصحبة والدنا ومربينا ومرشدنا سيدنا الإمام المجدد. فأنتم خاصة ما نبقاوش نعولوا غير على القيادة غدا أنا غادية بالمشروع الهاوية بل والصلاة الهاوية. هذا القيام ديالنا ولا مجموعة من المؤمنين وهذا راه الصلاة ولا راه في الهاوية في الحضيض. فأنتم خاصة أيها الأحباب المعول عليكم بعض الله تعالى لحفظ أمانة العدل والإحسان ولإحياء مشروع الإمام المجدد، وهذا يبدأ بالمطالبة بالحقوق لرد المظالم، وأي ظلم أعظم من أن يحرم المؤمنون والمؤمنات من أمهم الغالية. وقد حدث هذا لمئات المؤمنين والمؤمنات ظلما وطغيانا وزورا وبهتانا وبطرق قبيحة خسيسة غير إنسانية لا تليق بالجمعيات المدنية والمجتمعات المتحضرة، ناهيك عن الجمعيات الإسلامية أو تنظيم كتنظيمنا الذي يحمل مشروعا عظيما لتغيير الإنسان على منهاج النبوة. يا آل العدل والإحسان أشارككم مطلبي، وهو أنني أنتظر رسالة رسمية فقط. هذا هو المطلب لي، أنتظروا رسالة رسمية مكتوبة لخبر توقيفه ومنعه من حضور مجالس المؤمنين توضح طبيعة القرار وحيثيات اتخاذ القرار والمسؤول عن اتخاذ القرار. وأطلب إليكم إخواني وأخواتي أن تنصروا أخاكم المظلوم هذا العبد الطاهر، أولا بالتوجه إلى الحي القيوم بالدعاء لي، وهو سبحانه وتعالى يسمع صوت المظلوم ويجيب المضطر إذا دعاه سبحانه وتعالى لا إله إلا الله. ثانيا بالتوجه إلى المسؤولين، مسؤول اللي تعرف شي مسؤول شعبة جهة إقليم أي مسؤول، خاصة المسؤولين اللي عندهم علاقة مع مجلس الإرشاد ليتواصلوا ويحثوا مجلس الإرشاد على إصدار نص قرار الحكم يعني في أقرب الأوقات الآجال، على إصدار نص قرار الحكم الرسمي في حقه والاتفاق على يوم لمحاكمة عادلة يكون لي فيها الحق للدفاع عن نفسه. فلا يمكن أن يكون حكم بلا محاكمة، ولا يمكن أن يكون حكم بدون أن أتوصل بنص قرار الحكم وحيثياته. هذه أمور بديهية. فأين نحن من المنهج النبوي الذي يجب أن يكون أداة عملنا؟ وأين نحن من العدل العمري الذي نسعى إلى تحقيقه في مجتمعاتنا؟ فالأولى أن نقيمه فيما بيننا. وغادي نعطيكم واحد المثال، هو قصة مشهورة باش نقربوا باش نعرفوا هذا المشروع ديالنا فين خصو يكون وفين واصلين. فتصوروا معي أيها الأحباب لو وقفت أمام مجلس الإرشاد أو أمام عضو من أعضائه كما وقف الصحابي الجليل سيدنا سلمان رضي الله عنه. سيدنا سلمان لما وقف ليعترض على أمير المؤمنين ويقول له لا سمع لك اليوم علينا ولا طاعة، ويسائله في قضية الثوب الذي كان ينتظر به سيدنا عمر رضي الله عنه. إذا شنو يكون المصير في نظركم أيها الأحباب؟ يكون درت الوقفة هذه في الجمعة وفي الخطبة ونوقف الخطيب يكون عضو من مجلس الإرشاد ونوقفه، لكان مصيره وقت رأسي بالمقاربة مع قرار التوقيف في حقه لرسالة بسيطة كتبتها أنصح فيها والنصيحة من الدين واطلب فيها جمع الشمل ورفع الشتات والفرقة والأحقاد. فلماذا أيها الأحباب لا نتعلم من سيدنا عمر رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين ومربي الأجيال كيف فتح باب المحكمة؟ سيدنا عمر دار المحكمة في بضع دقائق وهو في صلاة الجمعة ويخطب، فتح باب المحكمة ووضع نفسه في خانة المتهم وطلب من ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن يدافع عنه فيجيب عن تساؤل الصحابي الجليل ويعطينا درسا بليغا في العدل تتداوله الأجيال إلى ما شاء الله. وكانت المحاكمة لسيدنا عمر رضي الله عنه أثناء خطبة الجمعة ومن فوق منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأيها الأحباب هذا مطلبي، ونسأل الله تعالى أن يفتح آذان أعضاء مجلس الإرشاد التي صمت وأن يتوبوا إلى الله تعالى توبة نصوحا باستجابة لحقه ورد جميع المظالم التي ارتكبوها. ماشي كاين حقي أطالب به ولكن خصهم يردوا المظالم حتى المؤمنين. ارتكبوا مظالم في حق كثير من المؤمنين والمؤمنات منذ سنوات، منذ أن كان سيدنا الإمام المرشد رضي الله عنه محاصرا وتسارعت الوتيرة بعد سنة 2006 وفي آخر حياته وبعد وفاته رحمه الله تعالى، وحشرنا وإياه مع سيد المرسلين وآل بيته الطيبين عليهم جميعا صلوات الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. أحبابي سوف أرسل إليكم نسخة من الرسالة التي أرسلتها إلى أعضاء مجلس الإرشاد حتى تطلعوا عليها، ولكن سأوضح الآن في هذه الرسالة الصوتية أختمها أوضح ما هي الأسباب التي دفعتني إلى كتابتها. مجموعة من المؤمنين والمؤمنات غادي يتساءلوا علاش كتبتها هذه الرسالة وعلاش اضطريت أنني نصفتها للقيادة أعضاء مجلس الإرشاد خاصة. السبب الأول والرئيسي هو الواقع الذي يعيشه التنظيم من أمراض وانحصار في الدعوة وانسحاب وهروب كثير من الطاقات وفصل وتوقيف كثير من المؤمنين والمؤمنات وعدم الإجابة الصحيحة الشافية الكافية عن تساؤلات جوهرية أرقت كثير من المؤمنين والمؤمنات وبعد النصح المباشر لعدة شهور من داخل التنظيم. فهذا العبد الضعيف ويشهد الله سبحانه وتعالى من داخل التنظيم لمدة شهور كان نصحا مباشرا وبالتي أحسن الكلمة الطيبة وكل ما يطلبه منا الشرع
الشرع. تأكدت بأن كثير من المؤمنات قد سبقوني منذ سنين وبدون جدوى إلى هذا النصح لتغيير الأمور إلى ما هو أفضل للنهوض بمشروع الإمام المجدد رضي الله عنه. وكنت أعترض، فحقيقة أنا كنت من الناس الذين يعترضون، كنت أعترض كثيرا على بعض الإخوان المنتقدين للتنظيم على أنه يجب النصح بالحكمة والموعظة الحسنة والتي أحسن، ولكن تبينت بأن هذا المخاطب اللي هو خاصة القيادة المسؤولين وخاصة القيادة مجلس الإرشاد، هذا المخاطب أصم لا يسمع. وبعد تهمم واستخارات مطولة لشهور عدة كانت هناك إشارات غيبية، وهذا هو الأمر الثاني كذلك، كانت إشارات غيبية كثيرة حفزتني على الأخذ بالأسباب والتوكل على الله لكتابة رسالة لأعضاء مجلس الإرشاد. واستشرت مع بعض المؤمنين الصادقين الحكماء في مضمون الرسالة ليسلط الضوء على أمهات القضايا والمشاكل الكبرى التي أرقت المؤمنين والمؤمنات منذ سنين. ومن المحفزات الغيبية كانت إشارة إلهية من الله سبحانه وتعالى أن أقرأ عن سيرة بعض أولياء المغرب من كتاب المطرب بمشاهير أولياء المغرب للمحدث المعروف الله يرحمه سيدي عبد الله التليدي رحمة الله عليه. ومن الأولياء الذين قرأت سيرتهم هو سيدي علي بن حرازم، وأنا أقرأ مقطعا في سيرته كيف تصوف هذا العالم الجليل كما جاء في الكتاب. يقول نفتح القوس نذكر كلام جاء في الكتاب ديال سيدي عبد الله التليدي رحمة الله عليه: سيدي علي بن حرازم من علماء فاس الكبار وصوفيته المشاهير، أدرك أواخر دولة المرابطين وشارك الأحباب وشارك في الموافقة على حادث إحياء علوم الدين، كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رضي الله عنه. وفي فقرة أخرى يقول سيدي عبد الله التليدي رحمة الله عليه: وكان سيدي علي بن حرازم في ابتداء أمره قد قرأ الإحياء فور دخولها للمغرب وجرد ما فيها من المسائل المنتقدة على الغزالي ليرد عليه فيها، ووافق على إحراق الكتاب. بعض من أفتى بذلك، فرأى هذا سيدي علي بن حرازم رأى عقب ذلك رؤيا هائلة تأثر بها تأثرا عظيما وكانت سبب في تصوفه ورجوعه إلى رأيه وفتواه الجائرة. انتهى هنا كلام سيدي عبد الله التليدي. فأيها الأحباب، لما قرأت هذا المقطع من هذا الكتاب قلت في نفسي سبحان الله، كيف يتعصب علماء كبار ويجرؤون على حق كتاب إحياء علوم الدين لحجة الإسلام وقطب من أقطاب التربية والسلوك في زمانه. وتذكرت أمرا وقع لي حين وصلني عن طريق الخطأ نسخ كانت ستوزع في أوروبا لكتاب في الحاجة إلى صحبة رجل لكاتبه محمد العربي أبو حزم. فهذه النسخ وصلت عندي بالخطأ، فحاصرت الكتاب واتصلنا بالمسؤول الأوروبي لنطلع على الأمر، ولم أفكر ولو مرة في أخذ نسخة واحدة لأقرأها. ما خديتش نسخة باش نقرأ شنو فيها بعدا. هذا يدل على خطورة التعصب التنظيمي، تعصب الأعمال التنظيم الذي نعيشه، ويمكن مقارنته مع التعصب المذهبي أو تعصب الكنيسة في أوروبا في العصور الوسطى، والتي كانت تقتل العلماء الذين لا يميلوا لرأيها الخاطئ اللي كان رأيها كان خاطئ علميا أصلا. وقدر لكتاب في الحاجة إلى صحبة رجل أن ينشر عبر الإنترنت على أوسع نطاق. عندها قرأت من النسخة الإلكترونية للكتاب، ولكن قرأته واحد القراءة ماشي متحررة، غير متحررة من تعصب الأعمال التنظيم، عوض أن تكون قراءة متحررة نتبع فيها الحق أيا كان صاحبه. وكما قال إمامنا الجليل سيدنا علي كرم الله وجهه: إنما يعرف الرجال بالحق. فأسأل الله تعالى أن يعافينا من أمراض التنظيم ومن التعصب لأشخاص، وأن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه. ونسأل الله تعالى علي قدير أن يجمع الشمل جماعة وشمل أمة الإسلام. هذا هو الأصل وهذا هو الأساس وهذا هو أساس رسالتي وهذا هو أساس ديال التواصل ديالي معكم، باش ندعيو المؤمنين والمسلمين وأمة سيدنا محمد يجمع الشمل، ربي يجمع الشمل. نسأل الله تعالى علي قدير يجمع شمل جماعتنا وشمل أمة الإسلام، وأن يرفع المولى تعالى الفرقة والشتات والحسد والضغينة والأحقاد من قلوب المؤمنين والمؤمنات، وأن يؤلف القلوب. الله سبحانه وتعالى يألف، اطلبوا الله يألف قلوب، وأن يهدي الجميع لينصروا دعوة الإحسان العدل والإحسان كما أرادها مؤسسها سيدنا الإمام المرشد رضي الله عنه، وكما أرادها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وليس كما أرادتها أنفسنا أو قيادة تنظيمنا. نسأل الله تعالى أن يوحد بدعوة العدل والإحسان أمتنا الممزقة الضعيفة الفقيرة البئيسة، وأن يخرجها من الظلمات إلى النور، من ظلمات الفرقة والشتات إلى أنوار الوحدة والتعاون، من ظلمات الأنانيات والحسد إلى أنوار الإيثار والمحبة، من ظلمات الطغيان والتكبر إلى أنوار العدل والتواضع، من ظلمات الجهل إلى أنوار العرفان، من ظلمات الشرك إلى أنوار التوحيد، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله عليه على سيدنا محمد وأزواج أمهات المؤمنين وآل بيته وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وأزواج أمهات المؤمنين وآل بيته كما صليت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فالأحباب من أراد أن يتواصل معي في الواتساب فمرحبا، اللي ما قدرش يشدني في المباشر يخلي لي رسالة، ومن إن شاء الله يكون عندي الوقت سأتصل به، ونطلب الله سبحانه وتعالى التيسير والسداد. وقرأوا الرسالة التي أرسلته، فنسأل الله تعالى أن يجمعنا على الخير والصلاح. وخوتنا في القيادة ولا غير القيادة فهم أحبابنا وخوتنا نحبهم في الله وندعو لهم، ولكن بغيناهم يكونوا رجال كما كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكما كان سيدنا سلمان الفارسي، وحتى خوتنا الأعضاء
كل شيء خصنا نكونوا رجال. يعني دائما نتساءل ونسائل، الهم ديالنا هو السلوك. واستغفر الله العظيم، وقولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اخوكم ونحبكم في الله محمد العلوي، لندن، فاتح يوم الأولى 1443، موافق 5 دجنبر 2021. شهر تقريبا شهر تقريبا داز على هذه الرساله هذه. دابا غنقراو الرساله، ندوزو نقراو الرساله. اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد اشرف المخلوقين. دعوه الى احياء مشروع الامام المجدد. هذه الرساله ارسلها واحد من كوادر جماعه الاحسان في اوروبا، وبالضبط في بريطانيا في لندن. الاسم ديالو محمد العلوي. ارسلها لمجلس ارشاد جماعه الاحسان. رساله ديال عباره عن نصيحه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، اخواني في الله واحبابي واصحابي من ال العدل والاحسان. هذا ما خلص له قلبي وعقلي، متوكلا على الله رب العالمين، ومستنا بسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال في حديث عظيم رواه مسلم في الصحيح من حديث تميم الداري، وله شواهد عند غير مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأرجو من الله تعالى أن يقذف الله بإذنه وببركة هذه الكلمات الرحمة والصفاء والهمة والرغبة والإرادة في قلوب المؤمنين والمؤمنات، ليجمعوا الشمل وليجتمعوا على أمر الله الواحد الأحد لا شريك له، لإحياء مشروع سيدنا الإمام والنهوض به من جديد بإذن العلي القدير. لقد صار تنظيم الجماعة في واد، ومشروع الإمام في واد، كما أن أمة الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم في واد، والإسلام في واد. وما الانحراف الذي تعرفه الجماعة في مسألة الصحبة إلا نموذج عن التغير في الخط التربوي، وما التحول الذي تعرفه الجماعة تدريجيا نحو حزب سياسي إلا نموذج عن التغير في الخط السياسي. وما النزيف الذي تعرفه الجماعة على مستوى الصادقين الغيورين من ذوي الكفاءات فصلا أو تهميشا أو انسحابا إلا نموذج عن ابتعاد تنظيم الجماعة عن مشروع دعوة العدل والإحسان، كما أتلاها الإمام المرشد رحمه الله، وكما تشربه أبناء الجماعة لأزيد من 4 عقود. يقول مولانا تعالى في محكم التنزيل: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. الله تعالى وحده قادر على أن يحيي المشروع ويجمع الشمل ويؤلف القلوب وينهض بنا للعمل الدؤوب والصبر عليه. إنه دين الله، إنه وعد الله، إنها رسالة وبشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه مشروع الإمام المرشد رضي الله عنه. وإليكم كلاما واضحا صريحا من رب العالمين لرسوله الكريم في سورة الأنفال: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو انفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا لها من منة وكرامة واصطفاء من المولى تعالى أن يجعلك الحق سبحانه مع زمرة ممن يحيون المشروع ويجمعون الشمل ويؤلفون القلوب بالصبر والعمل الدؤوب والكلمة الطيبة والموعظة الحسنة ومد الجسور وقول الحق. كل هذا مع تجرد كامل من الدنيا وإقبال كلي على المولى تعالى، والدعاء والإخلاص فيه مع الإلحاح أن يتولى الله أمره بأيسر وأقصر وأسرع الطرق. إن الله تعالى على كل شيء قدير، وقد أظهر سبحانه للعالمين بأن كل شيء عنده يسير، إذ بعث سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وهو السر الكامل والكمال البشري وخاتم الأنبياء والمرسلين، فطوى له تعالى الزمن طيا ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، ومكن لدعوته ورسالته تمكينا، وكذلك يفتح سبحانه لأوليائه وورثة أنبيائه، وما ذلك على الله بعزيز. يقول ربنا جل وعلا في محكم التنزيل:
اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ولا يخفى على الحق سبحانه خافية، وهو يعلم ما تخفي الصدور. فمنطلق عملنا لإحياء المشروع هو يقيننا في الله تعالى وفي دينه ووعده ورسالة نبيه الخالدة وبشارته بالخلافة الثانية على منهج النبوة، والمشروع الجديد لإمامنا المرشد الذي اصطفاه المولى تعالى من خيرة أوليائه. أخوكم وحبكم في الله جاء من أقصى المدينة يسعى ليطرح مع بعض إخوانه قضية ما يتخبط فيه المشروع منذ سنين، وليجيب المسؤولون بصدق ووضوح عن مجموعة من التساؤلات التي أرقت الكثير من المؤمنين الصادقين في الداخل والخارج. نوجه السؤال صارحا لإخواننا وأحبابنا في مجلس الإرشاد: إلى متى هذا الهروب وهذه الحيرة في الإجابة عن تساؤلات جوهرية؟ أولا، كقضية الصحبة كما تركها لنا الإمام المرشد في ميراثه وفي كلامه رضي الله عنه، وضرورة أن يكون المصحوب رجلا حيا عارفا بالله تجتمع على قلبه قلوب المؤمنين والمؤمنات. لماذا تم تغييب الوصية التي جاءت في شريط رابطة الكتبة في 19 مارس 2005، والتي حث فيها إمامنا المرشد على أهمية القضية وأشهد فيها عضوا من أعمدة الأعضاء في مجلس الإرشاد اللي هو عبد الواحد المتوكل. وقضية كسوف دعوة الجماعة بالخط السياسي الجديد الذي يدفع له بعض الانتهازيين الوصوليين. أنا أظن أنه هنايا من أعمدة الأعضاء في مجلس الإرشاد، أنا أظن أنه فتح الله عبد الواحد المتوكل، لأنه كان ذكره بالاسم في الفيديو، قال له راك مخبي على اللور وكذا. وقضية كسوف دعوة الجماعة بالخط السياسي الجديد الذي يدفع له بعض الانتهازيين الوصوليين وغيرهما من المواضيع المهمة. إلى متى هذا الشتات وهذا النزيف الداخلي؟ أما آن الأوان لتجيب المؤمنين والمؤمنات بكل صدق ووضوح ووفاء عن هذه التساؤلات، أو تقول لهم صراحة بأنه لا جواب لكم وأنكم فارغ الوعاء. أما آن الأوان لترفعوا عنا الأحقاد والضغين وتتواضعوا لإخوانكم وأخواتكم وتفتحوا لهم أسماعكم وآذان قلوبكم وتفتحوا أبصاركم وبصائركم. أما آن الأوان لترفعوا عنا العادات الجارفة والأنانيات المستعلية التي تسوق ذهنيات رعوية. أما آن الأوان لتلتفوا بقلوب صافية سليمة مع جميع إخوانكم وأخواتكم حول مائدة الرحمن وبشارة النبي العدنان ومشروع الإمام. همنا جميعا هو جمع الشمل للأمة المحمدية جمعاء لنكون ملاذا للشعوب جمعاء ورحمة في العالمين. ولن يتأتى هذا إذا لم ننظف بيتنا الداخلي ونجمع قلوبنا وهمومنا على الله رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. وحتى نعي الكلام وندرك عمقه الذي هو السعي إلى توحيد صف الجماعة ولم شملها، فإنني لا أدعو لا إلى تأسيس تنظيم جديد أو موازن سواء كان داخل الجماعة أو خارجها، ولا إلى صحبة رجل حي بذاته من داخل الصف أو من خارجه، وإنما أدعو الجميع خاصة أعضاء مجلس الإرشاد وآل بيت الإمام وزمرة المؤمنين الحكماء وكل غيورين على مشروع الإمام رحمه الله أن يعوا أن الهدف من دعوتي هذه هو الإصلاح ما استطعت ليحيا مشروع المنهاج النبوي من جديد ويأخذ مساره الطبيعي الذي خط مولانا الإمام في ميراثه العظيم منطلقه واتجاهه وغايته. وقد أخذ علينا رضي الله عنه العهد جميعا أن نعمل من أجل مشروع الخلافة الثاني على منهج النبوة، وأن نسلك في دعوتنا مسلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين. ونبهنا في شريط رابطة الكتبة إلى ما بدأت به بعض الدعوات من الصفاء النبوي والسنة الصافية الخالية من كل شوب ومن كل درن ومن كل خلط، وتمضي الأجيال فإذا بزيد يبتدع كذا وعمر يبتدع كذا ويزيد فيقول هذه هي السنة، ويجتهد فلان فيزيدون في الدين ما ليس فيه، فإذا نحن في خطل وخواء وغرار. ونسأل الله تعالى بدعاء مولانا المرشد: اللهم امسك وحدة الصحبة والجماعة كما أمسكت السماوات والأرض أن تزولا. اللهم امسك وحدة الصحبة في الجماعة كما أمسكت السماوات والأرض أن تزولا. وإنما أعني بالصحبة والجماعة والصحبة في الجماعة ما عناه مولانا المرشد صحبة رجل حي يدل على الله عز وجل في جماعة مجاهدة، لا نريد صحبة قعود وإنما نريد صحبة جهاد. مرادي من هذا كله هو التذكير بعدما عاينت ورأيت وعشت ولمست من قريب انحراف مسار الجماعة عن الخط الواضح لمشروع مولانا الإمام، مما لا يمكن معه التزام الصمت وخيانة العهد والعقد الذي عقدناه مع الله ومع رسوله ومع الإمام رضي الله عنه.
فما العمل في ظل هذا الواقع المرير ووسط هذا العالم المفتون ووسط جماعة المؤمنين التي نالت منها الفتن ما نالت من الناس في مشارق الأرض ومغاربها؟ فصار التسابق للمناصب والخنوع للدنيا الخسيسة والتجاذب والتشتت والقمع والحيرة هناك تطفو على السطح، مما دفع بعض المؤمنين الحكماء إلى الاقتناع بأنه لا بد من الاسترشاد ببوصلة الإمام المرشد من جديد لإحياء المشروع والخروج بالجميع من هذه الحيرة لإحياء مشروع العدل والإحسان الذي هو يقينا ملاذ العالمين وما ينتظره الناس أجمعون. فخارطة الطريق هو ما خلص له قلبي وعقلي لإحياء المشروع والنهوض به، والله تعالى أعلى وأعلم بالصواب، أنه بعد الالتجاء إلى الله تعالى بالدعاء ملازمة الصلاة على رسول الله وآله والتهمم الدائم بأحوال أمة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. إضافة إلى كل هذا ومع هذا يتم إنشاء لجنة من المؤمنين الحكماء من أبناء الجماعة من هم داخل وخارج التنظيم للسهر على جمع كل التساؤلات المهمة وكل المعلومات الصحيحة والمتواترة لصياغة ميثاق أخوي وعنوانه الصلح وجمع الشمل من أجل إحياء المشروع تعاونا وتنسيقا مع مجلس الإرشاد وآل بيت الإمام، تراعى فيه جميع المعطيات التي تساعد على إحياء المشروع تجلب بركة المولى تعالى ليسير المشروع من جديد على خطى ثابتة وبرحمة وحكمة وعناية كاملة من المولى تعالى ليحفظه كما حفظ الذكر الحكيم وكما حفظ سيدنا يوسف حين ترك وحيدا في قاع بئر، كما فعل بالمشروع عن قصد أو غير قصد، وكما حفظ المولى تعالى سيدنا موسى وهو رضيع ليعيش في كنف من سيكون عدوا له في مستقبل قريب. إنها عناية المولى تعالى، إنها بركته، إنه أمره، إنه إذنه. سنكون عاملين فاعلين مباركين راضين مرضيين هادين مهديين ما سلمنا أمرنا للمولى تعالى وتجردنا من حولنا وقوتنا واتخذنا جميع التدابير والأسباب الممكنة والمعقولة، وسلكنا متوكلين على الحي القيوم القوي العزيز السميع العليم جميع الطرق الموصلة للهدف المنشود بإذن العلي القدير. المسؤولية على إنجاح أو إفشال خارطة الطريق لإحياء المشروع تتوقف بالدرجة الأولى على استعداد أعضاء مجلس الإرشاد، ثم على آل بيت الإمام، ثم على زمرة المؤمنين الحكماء من داخل وخارج التنظيم. ما زال في الجماعة رجال ونساء صادقون، وما زال المشروع والحمد لله بخير ما دام هؤلاء الرجال والنساء حريصين على البناء وعلى التواصل، ورغم أن هناك انحرافات وأخطاء كبيرة فإن الأمل في الله عز وجل أكبر. فإذا امتلكنا الشجاعة والصدق والجرأة لكي نعترف بأخطائنا ونتواصل أكثر ونفتح الباب للجميع، فهذا سيكون لصالح دعوة ربنا ورسالة نبينا ومشروع إمامنا. ليس العيب في أن نخطئ مهما كان سلمنا في التنظيم، مهما كان سلمنا في التنظيم، ولكن العيب أن نتمادى في الخطأ وأن نقمع ونتهم ونقذف بالكذب والبهتان كل ناصح أمين. يا آل العدل والإحسان، لا خيار لنا وخاصة من في أيديهم القرار إلا أن نتوب كما تاب أبونا آدم وأمنا حواء عليهما وعلى نبينا وآله وعلى جميع أنبياء الله أفضل الصلوات والتسليم. بالتوبة النصوح يغفر لنا المولى تعالى الذنوب ويرفع قدرنا وتحصل البركة والتوفيق. هذا ما نرجوه من العلي القدير حتى يأذن لنا المولى تعالى للنهوض بمشروع الإمام في الدنيا قبل فوات الأوان، ونجتمع معه ومع نبينا وآل بيته في جنات النعيم برحمة الرحمن الرحيم. إعراضنا عن إحياء مشروع الإمام والنهوض به وعدم إقبالنا على المولى تعالى بالتوبة النصوح كأن نقول نحن بخير والكل على ما يرام وكما أراده الإمام، فهذا اتباع للنفس والهوى والشيطان وتكبر على المؤمنين والمؤمنات، وسيكون مآله الحرمان في الدنيا وعذاب أليم في الآخرة والعياذ بالله. ونسأل الله تعالى السلامة من هذا للجميع. يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. التغيير ضروري وتهيئة النشء لتحمل المسؤولية العظيمة واجب، خاصة وقد هرم في العمر من في التنظيم وفي التنظيم معظم إخواننا المسؤولين في مجلس الإرشاد، فواجبنا إيصال الرسالة للأجيال القادمة بكل صدق وأمانة. هذه هي مهمتنا، والله يتولى أمره ويأذن لمن يشاء ومتى يشاء من الأجيال القادمة بتحقيق الموعود. لنجعل الذكرى التاسعة دعوة لإحياء المشروع، صلح وجمع للشمل الداخلي، ثم تواصل مع الناس ليفهموا مشروع الإمام الجديد الذي أراد به مرشدنا جمع شمل أمة سيد المرسلين وتبليغ الرسالة للعالمين برحمة وحكمة. إذا تم الأمر بتجرد من الدنيا وعزمنا بإرادة قوية وصدق وإخلاص كما يريده منا الله ورسوله، فسيظهر الحق بإذن من العلي القدير. وهذا تذكير بآيات القوي العزيز في محكم التنزيل:
كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخرين يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. وصلى الله وسلم على رسولنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وآل بيته الأطهار وأصحابه الكرام وكل من تبعهم من عباد الله الأخيار ونحن منهم ومعهم برحمته يا عزيز يا غفار. اللهم امسك وحدة الصحبة والجماعة كما أمسكت السماوات والأرض أن تزولا. اللهم امسك وحدة الصحبة في الجماعة كما أمسكت السماوات والأرض أن تزولا. آمين والحمد لله رب العالمين. صباحة الأحد 17 ربيع الأول 1443 الموافق 24 أكتوبر 2021. أخوكم ومحبكم في الله محمد العلوي العبد الفقير لمولاه يسألكم الدعاء. هذا نص الرسالة قريناه دابا. هذا نص الرسالة قريناه. هذا نص الرسالة قريناه. الرسالة اللي رسلها واحد من كوادر جماعة العدل والإحسان في لندن في بريطانيا لمجلس الإرشاد في جماعة العدل والإحسان. إذن هو تكلم على مجموعة من الاختلالات ووجه غير نصيحة فقط. اختلالات كان اختلالات اللي ما تهضروش عليها داخل جماعة العدل والإحسان وكل شيء تعرفها داخل جماعة العدل والإحسان. هو المسألة اللي تكلمت فيها هو هذاك العضوية الأبدية اللي عندها علاقة مباشرة بعزرائيل. يعني عزرائيل هو اللي تحيدهم من المسؤولية. يعني أي مسؤول داخل التنظيم في مجلس إرشاد أو في غيره اللي غيحيدوا من العضوية من ذاك المؤسسة داخل التنظيم هو عزرائيل شخصيا. تقبض الروح ديالو صافي عاد ما تبقاش عضو. مسألة اللي خطيرة جدا جدا. ما كاينش تداول على السلطة داخل التنظيم. داخل التنظيم ما كاينش تداول على السلطة داخل التنظيم. ما كاينش صناعة ديال أطر اللي تتحمل المسؤولية داخل التنظيم. ما كاينش. كاينه ناس اللي دخلوا في العشرينات ودابا في أردن العمر ويعني ماشي في أردن العمر ولكن قراب يوليو في أردن العمر وباقي متثبتين عاضين هكا عاضين على المسؤولية ما يطلقوهاش. كاينه مسألة أخرى هي نفس الشخص تلقاه عضو هنا في المؤسسات ديال المفروض في أي تنظيم هرمي أن مؤسسة كتراقب مؤسسة كتراقب مؤسسة. أي تنظيم هرمي جماعة العدل والإحسان التنظيم ديال جماعة العدل والإحسان هو واحد من هذه التنظيمات الهرمية اللي فيه مجموعة من المؤسسات والمفروض أن كل مؤسسة تراقب العمل ديال مؤسسة أخرى. مؤسسة تتراقب مؤسسة. هنا كنشوفوا بأن مجموعة من الأعضاء كاينه مثلا اللي خدينا 3 ديال المؤسسات مثلا ناخذ مؤسسة مثلا ديال ناخذوا 4 كاع ناخذوا مؤسسة ديال الأمين العام ناخذوا مؤسسة ديال مجلس الإرشاد ناخذوا مؤسسة ديال مجلس الشورى ناخذوا مؤسسة ديال الدائرة السياسية. كيف يعقل بأن كتلقى بنادم في الدائرة السياسية عضو في الدائرة السياسية عضو مجلس الإرشاد عضو مجلس الشورى وكتلقاه مثلا ناطق رسمي فتح الله صنم ناطق رسمي ونائب ديال الأمين العام وعضو في مجلس الإرشاد وعضو في مجلس. ما يمكنش تكون هنا وهنا كيفاش غتراقب؟ أين هي ربط المسؤولية بالمحاسبة وانت حاط رجلك هنا وهنا واش غتحاسب راسك؟ راه ما يمكنش. راه خص اللي كاين في شي مؤسسة من المؤسسات ديال التنظيم ما خصش تكون عنده شي رجل ولا شي يد ولا شي عين ولا راس ولا ودن في مؤسسة أخرى داخل التنظيم. إلا بغينا نتكلموا على الشفافية والديمقراطية التنظيم تيتكلم على اللاءات 3. الأستاذ عبد السلام ياسين الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النهار فاش أسس هذا التنظيم هذا راه تكلم على اللاءات 3 لا للسرية لا للتعامل الخارج لا للعنف. اوكي لا للسرية لا عباد الله لا للسرية يعني ما خصش يكون أسرار. اللي كاين دابا هو السرية ثم السرية ما كاينش حتى حاجة. مشيت أنا تنبش أنا نباش من النباشين الكبار تنبش بزاف. أنا مشيت تنبش باش نجبد حنش نبش هنا تنقلب زعما على الهياكل ديال التنظيم ما كاينش. دابا واحد ما منتميش
جماعه الاحسان بغى ينتمي لها، سمع ليها للاشاره بين قوسين جزء كبير من الناس اللي انتموا لجماعه الاحسان انتموا لها تاثرا بالرسالتين اللي ارسلهم المؤسس عبد السلام ياسين، الاستاذ عبد السلام ياسين الله يرحمه ويوسع عليه. الرساله اللي ارسل الحسن الثاني الاسلام او الطوفان، والرساله اللي ارسل محمد السادس ديال الى من يهمه الامر. يعني تاثروا بهذه الرسالتين وشافوا بان هذه الجماعه يعني امل في التغيير في مغرب اخر. فالانتماء ديالهم كان من اجل اقامه العدل، كما تنقول دائما ان ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. يعني الرساله الربانيه اللي بموجبها كانوا تيرسلوا الرسل والانبياء هي اقامه العدل فوق الارض. فمجموعه كبيره من السواد الاعظم اللي انتموا لجماعه الاحسان انتموا على هذه الارضيه ديال اقامه العدل. شافوا بان هذا السيد يتدافع مع الباطل بواحد الشراسه، قالوا اوكي نكونوا يعني يا جوره في هذا الجسم هذا باش نتدافعوا مع الباطل باش نزوطوا باب عليه. فاللي وقع هو ما كان 20 فبراير جاو التليفونات من المغرب ما تخرجوش ما تشاركوش، ستوب، حباس المرقه، ما تشاركوش كاع نهائيا، تعليمات صارمه واللي شارك برا على بويرطه. هنا كنشوفوا بان التنظيم مخترق في نظري، هذا رايي انا كمتتبع للشأن العام وكمتتبع الامور السياسيه والحقوقيه في المغرب. انا تيبان لي هذا اختراق. هذا اختراق مادام ان المفروض ان اهل مكه ادرى بشعابها، الناس ديال اوروبا هما يدبروا راسهم، الناس ديال اوروبا، الناس ديال امريكا، الناس كما جا في الرساله ديال السي محمد العلوي، يعني الناس ديال كندا يدبروا راسهم ديال كندا، اهل مكه ادرى بشعابها. واحد عايش في زحيليقه يهز التليفون يقول للناس ديال الامريكان شنو يديروا؟ عبات، هذا عبات، هذا عبات، هذا جنون. الا غتوجه السهام الحمق والجنون للسي ابراهيم الجعواني، فالاولى انها توجه الانسان اللي مشبوح معطفين في شي قرينه في المغرب وتيهز التليفون تيقول الناس ديال الامريكان وكندا واوروبا اش يديروا، هو ما عاش تما كاع اصلا، ما شغلكش، خلي بنادم بغاو حتى هما راه عندهم. واش عباد الله هاد الناس اللي منتمين لمدرسه العدل والاحسان في اوروبا وامريكان وكندا واش جاو من الفضاء؟ ماشي مغاربه، ما عندهمش والديهم، ما عندهمش خوتهم، حبابهم، ناسهم، جيرانهم، تريكتهم، العروق ديالهم ما كاينش في المغرب. اذا راه من واجبهم الاخلاقي والديني حتى هو انهم يقولوا كلمه الحق من موقعهم كناس عايشين في الخارج وكيتمتعوا بهذا الهامش ديال الحريه اللي ما تيتمتعوش به الاعضاء ديال جماعه الاحسان. حريه اكبر. علاش تجي زمتهم انت في المغرب متكي في واحد السداري، في المغرب متكي على السداري وهز التليفون ما تخرجوش ما ديروش ما تفعلوش. هذا التخربيق، هذا عبات، هذا جنون العظمه. انا ما كنشوفش شي جنون عظمه قد ان واحد الانسان يتحمل المسؤوليه داخل واحد التنظيم ويبقى فيه الى الابد حتى يجي عزرين ويدق عليه في الباب، نوض قاعد يلاه حيد حوايجك راه غادي ندخلوك نغسلوك. صافي 3 سنين جود باي، زيد اللي موراه عاوتاني نيكست 3 سنين جود باي، زيد حيد، باش تبقى الديناميه، بقى التداول على السلطه، تبقى الحركيه، تبقى التشبيب ديال القياده يبقى دائما مستمر. تكون العبره فاش تقول الاخر، فاش تقول السياسيين الاخر اللي معاك، القوى الحيه اللي معاك في الميدان، تقول لهم راه فاش نكون نتحدوا كاملين على مغرب احسن ومغرب اخر اللي غيكون فيه التداول على السلطه. تكون عاطي المثال بالتنظيم اللي كتنتمي ليه انت كتنتمي لواحد التنظيم اللي انت على راسه ابد الظهر وكتقول غيكون تداول على السلطه. فين غيكون تداول على السلطه؟ الا كنت الان هذا التنظيم ما تيقبلش ان شي واحد يقول له شفيق العمراني ملقى ضربه في ميريكان، دار فيديو انتقد ولا حط تحت المجهر الاختلالات اللي كان في التنظيم، غتوجه له التهام لا سورطي بوليسي خربيقي زربيقي. طب ولا كنتو في السلطه دابا انتم معايا تنظيم، الا كنتو في السلطه وانا غندخل المغرب ما غتشدونيش، غنزل في الرباط في المطار ديال الرباط ما غتشدونيش، ديوني الملك داني الفرقه الوطنيه من تما العكاشه. انتم واقيلا غديروا المقصاله وغيبدا قطع الرؤوس. وانا هذا الكلام تنقولوا زعما من قلبي، زعما ماشي الا كنا ما غنتقبلوش الانتقاد، ما نتقبلوش الراي الاخر. عباد الله ما كتقبلوش مع الناس اللي منتمين وكطردوهم، ولكن الناس اللي ماشي منتمين بحالي ما توجهولهمش السهام ديال تمخزانيت وتبوليسيت وتلا سورطيت. على الاقل شويه الاحترام في التعامل مع الاخر. الاخر لا انتقدكم احترموه، انا تنتقدكم احترموني، ما تصيفطوليش هذوك الرعاع ديالكم، هذوك الدعماء، هذوك الغوغاء هاجوج وماجوج. بنادم ما عندوش الاليات باش يهضر، ما عندوش بزاف ديال المعطيات باش يهضر، وتيجي تيهضر ما عندوش كاع. دابا حتى الاوديوات اللي كنهضروا عليهم دابا ديال المهندس ابراهيم الجعواني، كاين اللي ما سمع حتى اوديو، كاين اللي ما سمع حتى ساعه من 230 ساعه مازال ما سمع حتى ساعه، وغادي يقول لك شفيق العمراني بوليسي. واش انت سمعتي الاوديوات؟ انا درت تدوينه
انا درت تدوينه قلت فيها بان كنوي باش غندير محاوله باش ندير شي حوار مع المهندس ابراهيم الجعواني، لحقاش عندي ليه بزاف ديال الاسئله، وخصوصا انني تقريبا في شي 6 ولا 7 ديال الاوديوات او يزيد سمعته تيقول بان توجه الخطاب للسي عبد الحميد قابوش، واحد من الاعمده ديال جماعه الاحسان، ونسيب الاستاذ عبد السلام ياسين الله يرحمه ويوسع عليه، توجهوا الكلام لحقاش هو هذا عبد الحميد قابوش كيدير واحد البرنامج ديال الحوار الحر، والمهندس سي ابراهيم الجعواني قال له في اكثر من 8 ديال الاشرطه يقول بان عبد الحميد قابوش انت عندك حوار حر، انا بغيت ندير معك حوار الا كان حر فعلا عيط عليا ندير معك حوار، انت قول اللي بغيتي وانا نقول اللي بغيت. انا التقفت هذه الرساله قلت اجي ندير معك حوار انا من خارج التنظيم كاع، علاش غتشدوا على بعضياتكم؟ هذاك الشيء ديال بعضياتكم نساليوه، لحقاش الحوار الحر، الحلقات ديال الحوار الحر تبثوا للجميع، ماشي داخليا، تبثوا للجميع، ولا كان تبثوا للجميع علاش غتحاوروا بعضياتكم؟ اجي تحاور معايا انا طرف ثالث، انا محايد، ولكن عندي مجموعه من الملاحظات على الاختلالات اللي كاينه داخل التنظيم، اجي عندي نسولك انا تعالى العدي. انا باش درت هذيك التدوينه يلاه غادي نحاول باش نتواصل معاه، دار اوديو عادي 3 ايام، غنسمعكم غير الفقره اللي تكلم فيها على نزل الشريط ولا تجي في السي عربي ابو حازم هذاك ولا السي العلوي. شكون قال لك انت وليتي كتقاسم مع الله تعالى؟ انا وياك نتقاسموا المقدر، اما حنايا فضل الله على العين عطا، باش ندخلوا في ذاك في المرجع ديال دابا اللي ما كاينش الله، استغفر الله العظيم، هذا اخترع، هذا اكتشف ما هو كان يكون حمق. دابا واش انت اخترتي تكون في هذا الزمان، كون كنتي في الزمان قديم غادي تشوف شي فيسبوك ولا واتساب ولا تكون عندك شي عامل كنتي في ايام الصحابه غيكون عندك هذا الشيء هذا، تبان انت ولا نعرفوا حنايا. وتعظيم للغيب هما استغفر الله عندك شي داروا ما مزيانش، اذا اراد ان يحرف الاتجاه عكس ما تمشي الى اشاره الهيه الله يهديكم، راه ما حدكم وانت كتعطل وهي خايبه عليك. اسمع نزلوا شويه نزلها وتشوف الفيض الخير اللي غادي يفيض عليكم، هادشي اللي بغيناكم حنا. واش بينا حنا هذه الاولى ياك. الثانيه سمعت شي واحد الاخ من المانيا قال لي دير شي واحد ما عرفت في الاعلام ولا ما عرفت في الميريكان ولا في المهم على عين، انا في كندا المهم على عين كي بيدير صحافه ولا بيدير معايا سميتو هو حوار صحفي. انا نكون من هنا، انا ما كندير لا حوار ولا صحفي ولا كندير حوار مع راسي، انا اتحاور مع راسي في هذا باش نكون واقعي. اللي بان الاوديوات اللي بان يدير لهم اللي بيقول انا واضح، الا كنتي بتسولهم دير معاهم حوار، سؤال شريط المسيره واضحه، سولهم راه الكلام ديال السيمون الاخراني كيقولوا اني رايت رؤيا. اخر دابا جمله قال هو على استاذ منير الركراكي اللي هو المسؤول على التنظيم في فاس. من بين الامور اللي كيلاحظوها مجموعه من الناس هو ان هذا الاستاذ منير الركراكي اللي هو نسيب استاذ عبد السلام ياسين الله يرحمه ويوسع عليه واخذ الخواتات، يعني مجموعه من الدلقات اللي دار، ومع ذلك مازال على التنظيم من 83 الى يومين 39 عام هو على راس التنظيم. مثلا جوج حوايج كافيين انه يتحيد من تما كاع، ما يبقاش ما تكون عنده حتى مسؤوليه داخل التنظيم. المساله الاولى هو المساله اللي كانت في 2006 ديال انه خرج في الحي المحمدي في واحد المحاضره وتقول لهم الحي المحمدي والمواصفات اللي غادي تكون عند الخليفه فيها كذا وكذا، خليفه المسلمين المواصفات كذا 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 كذا، وفسر المواصفات ديال الخليفه اللي خصها توفر في الخليفه ديال المسلمين، وبدا تيعدد واش هذه الصفه كاينه في استاذ عبد السلام ياسين، واش هذه الصفه كاينه في الاخر قال لك اذا خليفه المسلمين هو استاذ عبد السلام ياسين هو اللي غادي يكون خليفه. وفي هذيك الرؤى ديال 2006 وكذا يعني كان تيخرج بالصوت وبالصوره وتيقول بان فعلا وغادي تكون وكذا. هذاك الخروج ديالو في 2006 كافي جدا. كون كان التنظيم الهرمي ديال جماعه الاحسان مبني على مؤسسات ماشي على التليفونات، كانوا غيقولوا له فلان تعال اجي لهنا جلس ليها وغادي تكون ربط المسؤوليه بالمحاسبه. الزله الثانيه هي كون التنظيم داخل المنطقه ديال فاس اللي هو المسؤول على فاس. تنظيم فاس كان اخترق من طرف واحد المحامي، يعني تم الاختراق ديالهم من طرف واحد المحامي، وبقى تيتدرج في المسؤوليه وكذا وكذا، وطالع على الاسرار وكذا والمسائل وهذه، وفي الاخير يعني تشدوا تله من كوادر جماعه الاحسان في فاس وتعذبوا العذاب الشديد وتشدوا في الحبس وتحاكموا وكذا، وخرجوا وداروا ندوه صحفيه وقالوا راه تعذبنا واغتصبوا قالوا في الندوه الصحفيه بانهم اغتصبوا بالاقلام وكذا وهذه. وهذا الاستاذ منير الركراكي لم يحاسب، هو على راس التنظيم اللي كان مخترق، وكان تيشوف بان انسان وغادي تتدرج، وفي الاخر عباد الله مشاو ابرياء اتهمهم هذا المحامي بانهم شدوه واحتجزوه في واحد البارطما وعذبوه وداروا له، وما كان حتى حاجه من هذا الشيء.
اللي خسر عليهم هو قصيده شعريه قال عليهم الشعر. دابا المؤهلات، دابا نهضروا دابا بالواضح، نخليو المرموز. مؤهلات كيفاش واحد شاعر، يعني المؤهلات ديالو هو انه شاعر، كيفاش على راس هرم ديال المدينه العلميه في المغرب اللي فيها اول جامعه في العالم هو المسؤول الاول. وقعوا بزاف ديال الاختلالات داخل التنظيم في مدينه فاس. مدينه فاس للاشاره في الاوج ديال الحراك ديال 20 فبراير محمد بن عبد الله، وفيها ظهر المهراز، وفيها العلماء والفقهاء، وفيها كانت مغيبه في الحراك ديال 20 فبراير، ما كانش حسها. طنجه كانت في الطوب، دار بيضاء السباته كانت في الطوب، الرباط كذا كان في الطوب. فاس المدينه العلميه اللي فيها دار المهراز وفيها كانت مغيبه اطلاقا. فشل ذريع، فشل ذريع 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 جدا جدا. يعني علاش لا يثار هاد السؤال ديال شنو هما المؤهلات اللي خصها توفر في واحد الانسان؟ هذا اللي تيهضر تيقول ها شنو خصو يتوفر في خليفه ديال المسلمين، خصو توفر فيه كذا 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 كذا، عاد خصو يكون خليفه. وجا قال لنا راه هاد الشروط كامله راه كتوفر في الاستاذ عبد السلام ياسين اذا راه هو الخليفه. اوكي، علاش ما تيقولوا لناش، علاش ما يتطرحش السؤال شنو هما المؤهلات اللي خصها تكون عند اي عضو في جماعه الاحسان باش يكون على راس المسؤوليه، باش يكون في مجلس الارشاد، باش يكون في مجلس الشورى، باش يكون في الدائره السياسيه. ها المؤهلات اللي خصها تكون عنده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. عندك هاد المؤهلات، يعني عندك العضويه في واحد من هذه المؤسسات، الشورى، مجلس الشورى ومجلس والدائره السياسيه ومجلس الارشاد. ها المؤهلات 1 2 3 4 5 6 7. الا ما عندكش اي شرط واحد من هاد العشره ما ترشحش كاع، اصلا ما ترشحش اصلا. علاش ما كاينش المؤهلات اللي خصها توفر عند اي واحد؟ يعني اساتذه بسطاء ديال الابتدائي ديال الاعدادي مربعين على مسؤوليات وما كاينش محاسبه، ما كاينش عباد الله المحاسبه داخل التنظيم، ما كاينش محاسبه. دابا سي ابراهيم الجعواني، المهندس ابراهيم الجعواني، اكيد انه قريبا غادي يتكلم على الاختلالات الماديه وكذا. ف يعني السؤال ديالي هو ألم يحن الوقت بعد في 2022 في زمن وسائل التواصل الاجتماعي باش يتخلقوا آليات ديال اللي غادا تحاسب المؤسسات، اللي غادا تربط المسؤوليه بالمحاسبه داخل هذا الهرم التنظيمي ديال جماعه الاحسان؟ ولا باقي غادي يبقى يتسير بعقليات ديال الناس اللي دخلوا للسلطه، الهرم السلطه داخل التنظيم دخلوا هما في العشرينات ديال العمر ديالهم، وباقي تيسيروا هذا التنظيم هذا بالعقليه ديال سنوات الجمر والرصاص، باقي تيسيروا الجماعه بعقليه سنوات الجمر ديال الرصاص، ديال زم فمك، ديال زم دلبومك، ديال ما تدويش، ديال عداك 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 عداك. علاش هذا الخوف؟ المنظومه المخزنيه اللي على راسها المالك والهمه والحموشي وهبط لتحت كتخاف من الراي الاخر، تتخاف من شفيق العمراني اللي شداته في الحبس، تتخاف من اي صوت كتشدو في الحبس. علاش كتخاف من الصوت الاخر؟ لان بيتهم اهون من بيت العنكبوت. جماعه الاحسان القيادات ديالها تقول بان الجماعه قويه جدا. وعلاش تتخاف من الراي الاخر؟ علاش كتقول سكتوا عندك، ما تنشروش، ما ديروش، ما تفاعلوش، ما تفرقوا؟ علاش؟ راه هذاك الاضطهاد وديال تمدرقومك وما تفاعلش وما تنشرش وما ديرش وما ديرش، راه يعطي ويوحي للناس داخل التنظيم وخارج التنظيم بان التنظيم اهون من بيت العنكبوت. راه الا كنتي قوي ما خصكش تخاف من الاخر. المنظومه المخزنيه وعلى راسها المالك والحموشي وفؤاد راه اش تيقولوا الريعه ديالهم اي واحد هضر قولوا له غدير الفتنه، الفتنه العظمى الكبرى، الدم غيسيل. ايوا شنو الفرق بينكم وبين المنظومه المخزنيه؟ حتى نتوما في جماعه الاحسان اي صوت تنتقدكم او تنصحكم او تعري على بعض الاختلالات اللي خصها تصلح في نظر ماليها كتوجهوا له التهمه ديال الفتنه، الدم غيسيل، القيامه غتنوض، الفتنه. لا الفتنه ما كانش في الاستاذ عبد السلام ياسين الله يرحمه ويستر عليه، ارسل رساله الحسن الثاني ما قلتوش فتنه، ارسل محمد السادس يلاه شد الملك، باقي ما باتش بسم الله، باقي حتى حوايجو ما لبسهمش، يلاه لبس قرصون، باقي نطلع السروال، جاتو الرساله. علاش ما قلتوش فتنه؟ عطيو السيد واحد 20 عام، 10 سنين، 3 سنين، عام، 6 شهور. علاش ما قلتوش فتنه؟ حيت هي اصلا ماشي فتنه. الرساله ديال القرن ديال الاسلام والطوفان والى من يهم الامر ماشي فتنه، هذيك رساله، راي عبر عليه استاذ عبد السلام ياسين الله يرحمه ويستر عليه، الملك ديال البلاد. كاين دابا ناس منهم انا، كاين ناس داخل التنظيم، كاين ناس خارج التنظيم بحالي انا، تنوجه
نصائح، احتلالات، اراء يا عباد الله، راي تنوجهوا لهم. علاش هاد الرعب ديال الفتنه والعذاب عباد الله، وراه تتقول عباد الله راه التنظيم اهون من بيت العنكبوت. التنظيم تيقول لك لا للسريه، وعلاش دابا السريه؟ كاين شي سريه اكثر انك تنبش في الانترنت كامل وما تلقاش التنظيم علاش مبني. ها شكون هما؟ ها هما اللي في مثال. علاش انا من ندخل ياسين.net ولا جماعه.com علاش ما نلقاش مثلا مجلس الارشاد ها شكون اللي فيه؟ فلان وفلان 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 بتصاورهم ومعلومات على كل واحد، ها فوكاش تزاد، ها المؤهلات اللي عنده، ها فوكاش تزاد، ها المؤهلات اللي عنده، ها فوكاش تزاد، ها المؤهلات اللي عنده، وها يعني بعض المعلومات، متزوج اب ل4 ابناء، ارمل عنده 8 الابناء، شي حاجه هي معلومات هكا، عنده الباك هنا، خدا لا ليسونس في كذا، عنده الدكتوراه في كذا كذا كذا، وبقى غادي امشي مجلس ارشاد، مجلس الشورى، الدائره السياسيه، وتعطي كامل المعلومات على الاعضاء اللي فيها والمؤهلات اللي عندهم. هذه كتسمى ليالي السريه. استاذ عبد السلام ياسين الله يرحمه ويوسع عليه مات، ما كانش عنده نائب. جاء الاستاذ محمد العبادي، عزيز عليا بزاف للاشاره، وتلاقيته في الرباط، ظريف بزاف وانسان تيدخل القلب، بغيتي ولا كرهتي تيدخل القلب، وظريف واحد رافات روعه داك السيد روعه، وتواضع طبعا. رجوعا للموضوع، فاش ولا ما بقاتش المؤسس مات الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النهار، وترحمنا عليه شحال من مره، ونبقاو نترحموا عليه دائما، تترحموا عليه الاعداء قبل الاصدقاء. فعلاش فاش ولا امين عام ديال جماعه الاحسان ولا عنده نائب لصقوا له نائب اللي هو فتح الله رسالان؟ علاش هذا النائب؟ استاذ عبد السلام الله يرحمه ويوسع عليه ما كانش عنده نائب، علاش هذا عنده نائب؟ وهذا النائب اللي عنده علاش هو الناطق الرسمي؟ هو ناطق رسمي ونائب ديال الامين العام، وعضو في مجلس الارشاد، وعضو في مجلس الشورى، وعضو في الدائره السياسيه، وعضو. علاش هاد الاخطبوطيه؟ علاش هاد تعدد المهام داخل التنظيم؟ علاش ما يكونش داخل هذا التنظيم هذا باش تعطى الاسوه، باش الاخر يشوف يقول هاد الناس عندهم الشفافيه وعندهم الديمقراطيه نعم السي، وعندهم التداول على السلطه، وعندهم داك الشيء نعم السي مبريم، داك نتخم داك الشر فيه. كل واحد عنده مسؤوليه وحده. واش عندكم يعني ازمه ديال الكوادر؟ 40 عام، 4 عقود، 40 عباد الله، قولوا عمر فمك 40 عام ديال التنظيم. غيجي شي واحد دابا يقول لي عندكم ازمه ديال الكوادر، ما عندكمش كوادر. كتلقى بنادم عنده 7 المسؤوليات، يعني ما عندكمش بنادم. 40 عام ما استطعتوش انكم تنتجوا بنادم. سؤال تيطرحوه بزاف ديال الناس، ساعه 51 دقيقه غنكمل ساعتين غنحبس. سؤال تيطرحوه بزاف ديال الناس، المعتقلين ديال 12 ديال وجده اللي دوزوا 20 عام في الحبس. هاد المعتقلين هادو خرجوا بالدكتورات ديالهم، خرجوا بشهادات عليا، دكاتره. علاش ما تعطات لهمش مسؤوليات داخل التنظيم وتسلط عليهم الكاميرات اعلاميا؟ علاش فناو شبابهم كامل في سبيل الله وفي سبيل تحقيق الاهداف ديال التنظيم، وتكونوا الراس عمر، يعني ماشي رجال تعليم يعني بسطاء معلمين، لا هادو الناس خداو شواهد عليا، دكتورات. علاش ما تعطات لهمش مسؤوليات داخل التنظيم؟ علاش مطموسين ومطحونين بالطاحونه ديال هبط لتحت؟ سؤال اخر، علاش هرم السلطه داخل تنظيم جماعه الاحسان علاش منفرد بالناس ديال الدار البيضاء دون غيرهم؟ زيد عليهم شويه الرباط، الدار البيضاء. واش ما عندناش جباله؟ ما عندناش الناس من المغرب الشرقي؟ ما عندناش الناس صحراوه من الصحراء، من العيون، من الداخله؟ ما عندناش ناس من سوس؟ ما عندناش ناس من الاطلس؟ ما عندناش ناس من جباله، من وزان، من علاش ما كاينينش في الهرم ديال السلطه؟ كنهضر على مجلس الارشاد ومجلس الشورى والدائره السياسيه. هذه اسئله تنسولها. علاش اي تنظيم تيكون قوي بالقطاع النسائي ديالو؟ علاش في 2011 تم الذبح ديال القطاع النسائي ديال جماعه الاحسان؟ علاش الاستاذه ناديه ياسين اللي كانت هي المؤسسه ديال القطاع النسائي داخل جماعه الاحسان وكانت كتقطع صندالتها وكتسارى في المضاشر والدواوي في المغرب كامل، وكتضل زيطن كتضل طير وتزيطن باش كتوصل رساله العدو الاحسان لكل الاصقاع ديال المغرب كامل، وقطعت صنادلها كلهم باش توصل الرساله، واستطاعت في سنين طويله انها تلم عليها بحال الملكه ديال النحل، لمات عليها كم هائل من النساء اللي التحقوا بهذا القطاع النسائي ديال جماعه الاحسان. وفاش
كان النداء ديال 20 فبراير الجماعه تسوخرات اللور، وبحال اللي ذاك شأن لا يعنيها 20 فبراير لا تعنيها. شكون اللي ناض؟ الاستاذه ناديه ياسين هي اللي قالت سنشارك في تظاهرات 20 فبراير، واحرجت بعض الناس في التنظيم. اويلي ملي خرجت لينا هذه ديجا خرجت في 2006 المساله ديال كتفضل النظام الجمهوري على النظام الملكي، وكون ان لا دار شي استفتاء وكذا، فديك الزياره ديال الامريكان وكذا ديجا ديك الخرجه احرجت بعض الناس في التنظيم. زادت الاحراج ديال 2011، فهذا الاحراج قالوا واش هذه خرجت لينا من الجنب، اش غنديروا ليها؟ خصها تكون تحت القبضه ديالنا. الناس ديال الخارج ديجا اعضاء جماعه الاحسان في امريكا وفي كندا وفي اوروبا تحت القبضه التليفونيه ديال المغرب، ممنوع شي واحد يتحرك بلا تعليمات ديال التليفون من المغرب. الو ها ما ديرش، الو اش دير، هاد العيالات هادو اش غنديروا لهم؟ المهم ما ندخلوش في التفاصيل، من بعد غندخلوا في التفاصيل. المهم باش نعطي صوره عامه للناس اللي ما عارفينش بزاف ديال الامور، عارف بزاف. المهم قالوا لهم سيدي كل شيء غادي يكون القبضه الحديديه ديالنا حنا، ما تبقاش الاستقلاليه ديال القطاع النسائي اللي على راسه استاذه ناديه ياسين، لا غتولي الاستاذه ياسين والتنظيم القطاع النسائي كامل غيولي تحت الامره ديال كحل العفطه ديال مولي المشطاج للحياه داخل تنظيم جماعه الاحسان، يعني غيوليو تحتهم. حنا اللي نقول لكم اش نديروا، الاملاءات، القبضه الحديديه. ستالين راه ما كانش داير هادشي كاع العيالات. المهم فاللي وقع هو ان استاذه ناديه ياسين ما عجبهاش هادشي، العيالات اللي كانوا معاه ما عجبهمش هادشي، اخوات الزائرات ما عجبهمش هادشي، ما عجبهمش هادشي. كيفاش قطع صنادرهم لسنين وكانوا قدام فلسطين والعراق وكذا، كان الحجم ديال القطاع النسائي كان اضعاف مضاعفه ديال كحل العفطه ديال الرجال اللي منتمين لجماعه الاحسان. العيالات كانوا كيضعفوهم دائما في الشارع، كانوا اضعاف مضاعفه، ولذلك المخزن كان نزل بالثقل ديالو كامل على الاستاذه ناديه ياسين، لحقاش هي اللي كانت تشكل خطر ماشي الرجال. اذا هما العيالات اللي كانوا تيشكلوا خطر على المخزن. ولذلك شفنا في 2011 الناس نزلوا بالصور ديالهم، بالصور هزن التصاور وتيقذفوا في العرض في حرب قذره، قذفوا في العرض ديال الاستاذه ناديه ياسين. والتنظيم ديال جماعه الاحسان ما دار حتى حاجه، وكان في الامكان ديالو انه يبدع بزاف ديال الامور باش ما باقيش شي حد يتجرأ ويساهم في الحرب قذره ضد اي واحد مغربي يكون منتمي لعبد الاحسان ولا ما منتميش لعبد الاحسان، كما دابا داروا سليمان ريسوني وعمر راضي وتوفيق بوعشرين. حرب قذره، ولكن راه بدات هذه عداوها دابا لتوفيق وعمر سليمان، ولكن راه دارت في 2011. دارت الاستاذه ناديه ياسين تهزوا في قلب الرباط في باب الحد، تهزوا التصاور اللي تطعنوا في الشرف ديال جده عند احفاد. الكل يشهد لها بالزهد وبالتقوى وبي. ومع ذلك الجامعه ما استطاعتش تبدع اساليب تهبط الكاميرات وتسجل وتصور وتمشي ترفع دعاوى في المحاكم تقول هذا التشهير والقذف وهذه وتحرك باش ما باقيش، ودير ندوات صحفيه وكذا ودير الهيلاله باش ما باقيش النظام يتجرأ ويستعمل هذا السلاح القذر ضد المعارضين ديالو. ولكن السكوت ديال الجماعه على هذا الهجوم القذر ديال المخزن على الاستاذه ناديه ياسين هو اللي خلى المخزن يزيد يتغول ويخرج في الحرب القذره ديالو لناس اخرين اللي غير منتمين للجماعه، حتى ولا تيشد صحفيين بهذه التهم القذره. اذا سي المهندس سي ابراهيم الجعواني، اين كنت من 2011 فاش قدموا استقالات جماعيه الاخوات الزائرات والاستاذه ناديه ياسين، وهذا قدموا استقالات جماعيه وما نتيش تنطق وانت كتشوف مسؤولين تيخرجوا وسائل الاعلام وتيقولوا ناديه باقه عندها مسؤوليات داخل جماعه الاحسان وما عندناش استقالات جماعيه. وانت تعلم السي المهندس سي ابراهيم الجعواني ان المؤمن تيزني، والمؤمن تيشرب تيضرب الطاسه، والمؤمن تيشطح، والمؤمن تيركل، والمؤمن تيدير كل شيء، والمؤمن لا يكذب. وانت شفتي في 2011 و2012 و2013 ان مسؤولين داخل التنظيم كانوا تيخرجوا لوسائل الاعلام وتيقولوا ما عندناش استقالات جماعيه، وناديه ياسين مازال عندها مسؤوليات داخل الجماعه. وانت تعلم جيدا ان ذلك كذب وبهتان، وانت تعلم جيدا ان المؤمن لا يكذب، ومع ذلك اثرت الصمت. اذا في عجاله دابا ساعتين و13 ثانيه، في عجاله في قادم الايام غادي نبدا ننشر الاوديوات ديال المهندس سي ابراهيم الجعواني مع تسليط الضوء على بعض النقاط اللي غادي يتكلم عليهم. في افق
ان الاوديوات دابا كاملين كل اوديو ناخذ الشخصيات اللي تيتكلم عليهم وتنديروا النقاط اللي تكلم عليهم على كل شخصيه على اساس ان من بعد نساليو هاد الاوديوات كاملين غنبداو نشدوا هذوك الشخصيات كل شخصيه وشنو تقال عليها بالضبط نحطهم تحت المجهر وكذا وكذا. المهم تكون طويله ان شاء الله الرحمن الرحيم. ومازال المسؤولين داخل جماعه الاحسان سيثيرون الصمت كما المخزن بحال ولاد مدرسه وحده اللي هي مدرسه المغرب، الاستثناء المغربي، التربيه ديال المغرب. جماعه الاحسان مغاربه فيها، ماشي صينيين ماشي يابانيين، فيها مغاربه، التربيه ديال المغرب. هو سكت سير طعطعه تعيا ما كاينش اللي درناه هو اللي كاين. على اي هذا ما كان. حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم. دوزوا بخير. سنلتقي قريبا في الاوديوات ديال المهندس ابراهيم الجعواني لنسلط عليها الضوء ولنناقشها نقطه. دوزوا بخير.